سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بنبدأ قصتنا مع مجموعة من المتنمرين اللي بيرموا زميلهم سونج من فوق سطح المدرسة بسبب خلافات شديدة ما بينهم، وساعتها إدارة المدرسة بتنقله على المستشفى اللي بتبلغ جدته إن سقوطه من مسافة مرتفعة يتسبب في إصابته بحالة مرضية نادرة هتخليه يقضي بقية حياته نايم في سريره بيعاني من حالة تشبه الغيبوبة. وطبعا جدته لما عرفت باللي حصل كانت منهارة تماما وفضلت طول الليل تعيط وهي قاعدة جنبه في المستشفى. وساعتها فسونج كان حزين جدا لأنه سمعها بتعيط ومش قادر يتحرك ولا يفتح عينيه ولا حتى يتكلم معاها عشان يطلب منها تبطل عياط وما تزعلش عشانه. بس مع كده فزعلها المبالغ فيه كان طبيعي جدا، خصوصا انه كان عايش معاها بقاله سنين طويلة من وقت وفاة والده ووالدته. وبالرغم من ان إدارة المستشفى طلبت منها ترتاح في بيتها لان حالته ميؤوس منها، الا انها ما كانتش راضية تسيب غرفته في المستشفى وكانت دايما قاعدة جنبه وماسكة ايديه. ما هي كانت بتفتكر اللحظات الحلوة اللي بينهم وبتترجى انه يفوق من الغيبوبة ويرجع يعيش معاها. وعشان كده فسونج كان بيتعذب بجد لان دموع جدته بتقطع قلبه واحساسه بالعجز مؤلم جدا. والاكتر من كده ان اخوه جين اللي معاه في نفس المدرسه كان بيزوره ويقعد جنبه ويفضل يبكي ويتكلم معاه لانه ما كانش لاقي حد يحكي له على الحزن اللي جواه، لكنه بالتاكيد ما كانش يعرف انه بيزود احزانه لما يشتكي له ويعرفه ان مجموعه المتنمرين اللي رموه من فوق سطح المدرسه استلموه من بعدها وبيضربوه كل يوم لدرجه انه بقى بيكره المدرسه ومش عايز يروحها من تاني. وكمان عرفه ان جدته وقعت وظهرها اتكسر لما راحت تشتغل في مطعم عشان تدفع له مصاريف المستشفى، وعشان كده فضل يترجى انه يفوق من الغيبوبه او يموت عشان يريحهم لانهم بيعيشوا مأساة حقيقيه بسبب وجوده في الحاله الصعبه اللي هو فيها. وطبعا فسونج كان مقهور وبيتقطع من جواه لانه مش قادر يتحرك ويساعد عيلته، ده حتى مش قادر يبكي عليهم ولا يتكلم معاهم عشان يصبرهم او يعرفهم انه حاسس بيهم وبيشاركهم احزانهم كلها. وفضل على الحال ده لمده 3 سنين طويله وكان لسه بيعاني من نفس الحاله الصعبه، واللي كان مخليه حزين اكتر ان جين زهق منه وما بقاش بيزوره في المستشفى. والاصعب من كده انه سمع الممرضه بتكلم زميلتها وبتقول لها ان جدته توفت وانهم هيقدروا يشغلوا التلفزيون بصوت عالي براحتهم لانها مش هتيجي المستشفى تاني وتفضل تشتكي من الازعاج اللي هم بيتسببوا فيه. وطبعا فسونج كان حزين جدا وكان حاسس انه عايش جوه كابوس طويل مش راضي ينتهي، وفي نفس الوقت كان بيتمنى يرجع للحياه مره تانيه عشان ينتقم من شله المتنمرين والمدرسين اللي كانوا بيقفوا يتفرجوا عليه من بعيد وهو بيتضرب. ما هو مفيش اي حد منهم كان بيفكر يساعده او يعاقبهم بسبب العلاقات المتميزه بينهم وبين اهالي المتنمرين، لدرجه انه من شده الغضب اللي جواه كان دايما بيحلم انه بيقابلهم وبينتقم منهم وبيفضل يضربهم لحد ما ينزفوا. وخصوصا زميله بارك زعيم شله المتنمرين والسبب الرئيسي في معاناته هو وعدد كبير من زمايله في المدرسه. لكن طبعا الانتقام اللي كان بيتمناه سونج ما كانش انتقام عادي، لانه كان بيتمنى يدمر حياتهم ويخليهم يعيشوا سنين طويله في نفس المعاناه اللي هو عاشها بسببهم. ولكنه بعد 10 سنين طوال من دخوله في الغيبوبه النادره اللي بتخليه عايش زي الاموات اتوفى سونج عشان تنتهي معاناته اللي مش ممكن اي كلمات تقدر توصفها. وفي لحظه وفاته حصلت المفاجاه ورجع سونج للمدرسه مره تانية، وساعتها لقى نفسه قاعد في الفصل جنب زمايله. وطبعا فحتى خلافاته مع بارك ما كانتش بدات من الاساس، وفي البدايه طبعا كان مفكر انه بيحلم، لكنه لما اتاكد انه بجد توفى ورجع بالزمن لحياته القديمه فما كانش بيفكر في اي حاجه غير انه ينتقم من كل شخص مؤذي تسبب في المأساة اللي هو عاشها لمده 10 سنين. والغريب ان عودته لحياته كطالب في المدرسة رجعته بالزمن لنفس اللحظة اللي بدأت فيها خلافاته مع بارك. وعشان نفهم سبب الخلاف بينهم فلازم نرجع للماضي وبالتحديد لليوم اللي كان فيه بارك قاعد في الفصل وبيلعب لعبة اونلاين، ولما واجه مرحلة صعبة في اللعبة طلب من زميله جونج اللي يعتبر اشطر طالب في المدرسة انه يستخدم ذكائه ويساعده في اللعبة بتاعته. لو فوق كده كمان كان بيطلب منه يشحن له فلوس عشان يطور بيها شخصيته في اللعبة. ومن هنا بدأ جونج يهمل مذاكرته وينشغل في اللعبة عشان يرضي بارك لانه كان بيخاف منه جدا. ومع الوقت وللاسف فدرجات جونج بقت زي الزفت بسبب انشغاله في اللعبه، وده اللي خلاه يبعد عن بارك ويبلغه انه مش هيساعده في اللعبه مره تانية. وساعتها طبعا بارك مسكه قدام زمايله في الفصل ونزل ضرب فيه بكل قوته، ولما وشه ورم من الضرب وبدا ينزف قرر سونج انه يتدخل عشان يساعده وطلب من بارك انه يبعد عنه ويسيبه في حاله. ومن يومها وحياته بقت زي الجحيم وفضل يتعرض للضرب والاهانه قدام زمايله كل يوم لحد ما انتهى الموضوع برميه من فوق سطح المدرسه ودخوله في حاله الغيبوبه زي ما احنا عارفين. وبعد
وبعد ما عرفنا سبب العداوة اللي بينهم من الحياة اللي فاتت، خلونا نرجع للحياة الجديدة اللي بيعيشها سونج واللي ما كانش عنده فيها أي عداوة مع بارك. لكنه بقى لما شاف نفس الموقف بيتكرر تاني وصاحبه بيتضرب قدامه بطريقة مهينة، قرر إنه يتدخل مرة تانية وبالظبط زي المرة اللي فاتت طلب من بارك تشول إنه يبعد عن جونج. وساعتها رد عليه الشاب المتنمر ونصحه بإنه ما يتدخلش في الموضوع عشان ما يورطش نفسه في مشاكل هو مش قدها. لكنه على عكس المرة اللي فاتت تماما، فسونج قدر يوجه له مجموعة لكمات في منتهى القسوة، لدرجة إن بارك ما كانش قادر يتحرك ولا يدافع عن نفسه واكتفى بإنه يتعرض للضرب لحد ما وشه بدأ ينزف بقوة. وساعتها فسونج اتحمس أكتر وكان مبسوط جدا لأن الفرصة جات له أخيرا عشان يضربه علقة موت ويفتري عليه قدام زمايله. وعشان كده فضل يضربه بكل قوته بدون أي ذرة رحمة، لأن الإنسانية ما عادش ليها مكان في قلبه بعد اللي حصل له هو وعيلته لمدة 10 سنين طوال. والغريب في الموضوع إن بارك ما كانش بيظهر أي رد فعل وكان مستسلم تماما للضرب، لأنه مش متعود يتضرب ودايما هو اللي بيضرب زمايله ومحدش بيقدر يرد عليه. وفي اللحظة اللي وقع فيها بارك تشول على الأرض، فجأة سونجو هجم عليه وضربه بالرجل في وشه اللي ورم، وما بقاش واضح منه أي معالم غير الدم اللي بيغطيه بس. وساعتها زمايله المتنمرين وصلوا وكانوا مصدومين من اللي حصل ومش مصدقين إن في حد قدر يضرب زعيمهم بالطريقة دي. وطبعا المتنمرين دول كان عددهم 3 وهم يونج وشانج ومينهو. وطبعا فالثلاثة أساميهم كانت محفورة في ذاكرة سونج، وكان بيحلم إنه ينتقم منهم دايما لأنهم كانوا بيساعدوا بارك في التنمر على زمايله. ولما حاول تشانج يقرب من سونج عشان يضربه وينتقم منه، زمايله حذروه وقالوا له إن المدرسة بتاعتهم قربت على الفصل وإن الحصة على وشك إنها تبدأ، فقرر إنه ينسحب ويروح على فصله بعد ما وعد سونج إنه هيخليه يتمنى الموت من اللي هيعمله فيه. وطبعا فسونج كان عارف كويس إن تشانج هيكون أكبر عقبة في طريقه للانتقام، لأنه رياضي وجسمه ضخم جدا وبيعتبر أقوى واحد في شلة المتنمرين كلها، وعشان كده كان عامل له 1000 حساب وبيتعامل معاه بمنتهى الحذر. ولما مشي تشانج على الفصل بتاعه وفضل بارك قاعد بيفكر في اللي حصل له، وكان واضح إنه مصدوم ومش قادر يستوعب الموقف ولا يفهم الأسباب اللي دفعت سونج للهجوم عليه. ما هو المفروض إن مفيش أي مشاكل حصلت بينهم قبل كده في الحياة دي. وأثناء الحصة كان واضح إن بارك مستنيها تخلص بفارغ الصبر عشان ينتقم من سونج ويرد اعتباره بعد ما تعرض للضرب والإهانة قدام زمايله كلهم. وفي نفس الوقت فمنه ما كانش قادر يبطل تفكير في اللي حصل، وكان حاسس إن سونج اتجنن أو بيتعاطى المخدرات. ما هو لو في وعيه مستحيل يفكر يقرب من بارك اللي كل طلبة المدرسة بيخافوا منه وبيعملوا له 1000 حساب. وطبعا فمنه كان عارف كويس إنهم لو ما قدروش ينتقموا من سونج بعد اللي عمله في بارك، فمش هيقدروا يسيطروا بعد كده على المدرسة ومحدش هيخاف منهم. ولكن تشانج حاول يطمنه وأكد له إن بعد ما الحصة بتاعتهم تخلص هيروح على الفصل بتاع سونج وهيموته من الضرب عشان يخليه عبرة لبقية زمايله. لكن واضح إن خطته الشريرة مش هتمشي زي ما هو عايز، لأن الحصة بتاعت بارك خلصت بدري عن ميعادها. وساعتها سونج قرر إنه يستفرد بيه قبل ما زمايله يخلصوا حصتهم ويتجمعوا عليه كلهم عشان يضربوه، فقام بسرعة وسحبه من شعره ونزل ضرب فيه بكل قوته بمنتهى القسوة. وزي المرة اللي فاتت بالظبط فبارك كان مكتفي بإنه يتضرب وما كانش بيحاول يقاوم أبدا. ويمكن سبب عدم مقاومته المرة دي هو إنه كان بيعاني من كدمات وإصابات قوية بسبب علقة الموت اللي لسه واكلها من شوية. ولما وصلوا زمايله الأشرار بعد شوية اتفاجئوا باللي حصل وكانوا مصدومين ومش قادرين يصدقوا إن زعيمهم بيتعرض للضرب للمرة التانية في نفس اليوم. وعشان كده فتشانج فقد أعصابه وقرر إنه يهجم على سونج، واللي ما كانش قدامه أي حل غير إنه يضربه بالقفل الحديد في دماغه. وساعتها فتشانج وقع على الأرض وما بقاش قادر يتحرك، وده اللي خلى سونج يحس بسعادة ما تتوصفش لأنه قدر يتخلص من أقوى واحد فيهم بمنتهى السهولة. لكنه في نفس الوقت كان متأكد إن المهمة لسه في بدايتها، وعشان كده هجم بسرعة على يونج وشاله ورماه في الأرض وفضل يضربه بكل قوته لحد ما بدأ ينزف جامد. وده اللي خلى منه مرعوب ومش قادر يتحرك ولا عارف يتصرف ازاي مع الوحش اللي قدامه ده. لكن ولحسن حظه فالأستاذ يونج وصل في الوقت المناسب وطلب من سونج يروح معاه على مكتبه. وساعتها فضل يوبخه بعد ما تسبب في إصابة زمايله ونقلهم كلهم للمستشفى. وكمان أكد له إن الأهالي مش هيسيبوا حق أولادهم وإنه ممكن يتسجن بسبب اللي عمله في زمايله. لكن واضح إن سونج كان عنده خطة محكمة للخروج من جميع المواقف الصعبة اللي هيتعرض لها في حياته الجديدة. وعشان كده رد عليه بأن الموضوع بسيط جدا، خصوصا إن حوادث العنف المدرسي متكررة وبتحصل بصفة مستمرة بين الطلبة. ومش بس كده، لا ده كمان طلب منه يخلص الموضوع بطريقته ويعمل نفسه ما يعرفش عنه أي حاجة. وساعتها يونج اتعصب وضربه بالقلم على وشه وكمان فضل يزعق له ويهدده.
فرد عليه سونج الفاجر وطلب منه يوطي صوته وما يكبرش الموضوع بالطريقة دي، وإلا هيفضحه وهيعرف كل الناس عن الرشاوي اللي هو بياخدها من أهالي الطلبة وعن علاقته الغير شرعية بمدرسة الإنجليزي اللي بتشتغل في نفس المدرسة. وساعتها طبعا يونج اتخرس وما بقاش قادر يتكلم من شدة الصدمة اللي كان فيها. وفي اللحظة دي فضل سونج يفتكر اللي حصل في حياته الأولى لما راح ليونج عشان يشتكي له من تنمر زمايله واعتدائهم عليه بالضرب، لكنه طبعا اتفاجئ وقتها بموقفه السلبي بسبب الرشاوي اللي بياخدها كل شهر من عيلة منه، وعشان كده ما كانش قادر يعاقبه هو وزمايله ولا يضايقهم. وللسبب ده اكتفى باستدعاء بارك وزمايله المشاغبين في مكتبه وطلب منهم طبعا ما يضايقوش سونج تاني. وبالطبع فلما طلعوا من المكتب قرر بارك ينتقم منه ويضربه تاني عشان يحرم يشتكيه مرة تانية، فضربه علقة موت في الممر اللي موجود فيه مكتب يونج اللي عمل نفسه مش شايف لما خرج من مكتبه ومرضيش يتدخل على الرغم من انه كان شايفه بيتضرب قدام عينيه. ودي طبعا كانت صدمة حقيقية لسونج واللي ما كانش يتخيل ابدا ان الاستاذ اللي بيعتبره زي والده هيسمح لهم يعملوا فيه كده قدامه. وقتها قرر سونج انه يعتمد على نفسه وما يشتكيش لحد تاني، وعشان كده حاول يدافع عن نفسه بدل ما كان بيكتفي بانه يتضرب ويسكت. وفي اليوم ده حصل بينه وبين شلة المتنمرين خناقة كبيرة ودراعه اتكسر، لكنه على الاقل قدر يضربهم ويتسبب في اصابتهم بكدمات خفيفة. لكنه للاسف واضح انه حتى ما كانش مسموح له يدافع عن نفسه لان والدة منه راحت بعدها للمدرسة واشتكت للإدارة وطلبت من مدير المدرسة يفصل المشاغب سونج من مدرسته بحجة انه تسبب في اصابة ابنها بكدمة في وشه. وساعتها انتهى الموضوع باعتذار جدته لوالدة منه بالرغم من انه مظلوم اصلا وكان بيحاول يدافع عن نفسه بس. لو فوق كده كمان خد عقوبة من إدارة المدرسة لوحده وما حدش من شلة المتنمرين كلهم اتعاقب ولو بشكل بسيط. وطبعا في كلمة السر في العقوبة اللي خدها كانت والدة منه واللي بتدفع رشاوي منتظمة لمدير المدرسة أودايهون. وعشان كده فسونج ما كانش عارف يتصرف ازاي ولا حتى قادر يدافع عن نفسه او ياخد حقه، لكنه لما كان في الغيبوبة اكتشف انه مش هيقدر ينتقم من اللي ظلموه الا بالقوة. ما هو كان متأكد ان مفيش اي وسيلة سلمية او قانونية ممكن ينتقم بيها عشان فقير. ولو رجعنا من تاني ليونج فهنلاقي انه كان مرعوب وحتى مش قادر يتكلم بسبب سونج اللي فضل يهدده بصوت واطي ويقول له انه لازم بعد كده يتكلم معاه كويس ويعمل له ألف حساب لانه عارف كل البلاوي اللي هو بيعملها بالتفصيل. وكمان اكد له انه عارف كويس كل تفاصيل الرشاوي اللي بياخدها من عائلة منه من قبل حتى ما ابنهم يدخل المدرسة اللي هو بيشتغل فيها. والمصيبة الأكبر إن يونج اتصدم صدمة عمره لما اتأكد إن سونج يعرف عن موضوع العلاقة الغير شرعية اللي بينه وبين زميلته ليه من مدرسة الإنجليزي اللي بتشتغل معاه في نفس المدرسة. وعشان كده فسونج حذره وطلب منه إنه يخرس وما يفتحش بقه تاني لأنه ساعتها مش هيسيبه في حاله وهيفضل وراه لحد ما كل الناس يعرفوا كل حاجة عن البلاوي اللي هو بيعملها. وطبعا لو ده حصل فسمعته هتبقى زي الزفت وهيتفصل من المدرسة وهيفقد وظيفته كمان. أما عن سونج بقى فكان فاكر كويس من حياته الأولى إن زوجة يونج اكتشفت خيانته ليها وجات له المدرسة واتخانقت معاه وضربته بالقلم على وشه قدام زمايله كلهم. وبينما كانت بتوبخه كان واضح من كلامها إنها غنية وعندها بيوت وممتلكات كتير وإنه متمسك بيها لأنه مفلس وعايش في بيتها كمان. وعشان كده فسونج قرر إنه يستغل الأحداث اللي حصلت في حياته الأولانية عشان يستفيد منها في تحقيق مصالحه الشخصية. وبالفعل نجح سونج في خطته وكان واضح إن يونج مرعوب ومستعد يعمل أي حاجة عشان مراته ما تعرفش إنه بيخونها. وفي نفس الوقت فكان عايز يحافظ على وظيفته لأنها بتعتبر مصدر دخله الأساسي واللي بفضلها بيقدر ياخد رشاوي من الأهالي عشان يهتم بولادهم ويعاملهم أحسن من بقية زمايلهم ويديلهم درجات أعلى في الامتحانات كمان. وبما إن سونج كان عارف كل الكلام ده كويس فكان طبيعي إنه يطلب منه يكمل حياته القذرة زي ما هو بس بشرط إنه ما يتدخلش في المشاكل اللي بتحصل بينه وبين زمايله ويحاول بأي طريقة يغطي على المشاكل اللي بيعملها. وكمان طلب منه يتصرف مع الأهالي ومع إدارة المدرسة ويبعدهم عنه بأي طريقة وفي المقابل وعده إنه هيحافظ على أسراره ومحدش هيعرف عنها أي حاجة. وطبعا فيونج كان مقهور ومضطر يوافق على طلباته دي غصب عنه. وبعدها سونج سابه وراح على الفصل بتاع منه بعد ما اتأكد إن الحصة بتاعته خلصت وإن زمايله كلهم لسه ما رجعوش من المستشفى. وبالطبع فمنه كان قاعد في فصله متغاظ وعمال يكسر في الكراسي من شدة غضبه بعد اللي عمله سونج في أصحابه من شوية، ولكنه في نفس الوقت كان متأكد إن يونج مش هيسيبه يفلت بالمصيبة اللي عملها دي وإنه على الأقل هيفصله من المدرسة عشان يرضيه هو وعيلته ويضمن استمرار حصوله على المبلغ اللي بياخده منهم كل شهر. بس في اللحظة دي اتفاجئ منه بدخول سونج اللي كان الشر باين على ملامحه وكان واضح إنه عايز يكمل الخناقة اللي بدأها من شوية. وبالفعل سونج هجم على مينه وضربه على وشه بمنتهى القسوة وساعتها فمينه وقع على الأرض وفضل يتحايل عليه ويطلب منه السماح بطريقة مهينة، لكن واضح إن سونج ما كانش مهتم بأي كلام بيسمعه منه وهجم عليه تاني وضربه بالرجل في وشه ونزل ضرب فيه بكل قوته. والغريب إن سونج كان بيضحك ومستمتع وهو شايفه بينزف وبيسكت
بيصرخ من شدة الألم. وفي نفس الوقت فيونج كان قاعد في مكتبه قلقان ومتوتر وعمال يفكر في طريقة يخرج بيها من الورطة اللي هو فيها، لأنه عارف كويس إنه مش يقدر يحمي سونج من أهالي الطلبة، وخصوصا عائلة مينهو المعروفة بالنفوذ والقوة واللي بترتبط بعلاقات متميزة مع مدير المدرسة شخصيا. ما هم بيدفعوا له هم كمان فلوس وبيتبرعوا للمدرسة بتاعته بشكل مستمر. وبعد تفكير عميق يونج وصل لفكرة عبقرية، وهي إنه يمنع أي نزاع ممكن يحصل بين سونج ومينهو من الأساس. لكن واضح إن الفكرة جت متأخرة فحت يا صديقي، لأنه لما وصل لسونج اكتشف إنه اتخانق مع مينهو وضربه علقة موت قدام زمايله في الفصل كلهم، وده اللي خلاه وقف مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي، لأن مينهو كان وشه وارم وبينزف من كتر الضرب. وطبعا لو أهله عرفوا هيكون رد فعلهم عنيف جدا، ومدير المدرسة هيحاول يرضيهم ويعمل عشانهم أي حاجة. وبالطبع فلما ده يحصل هيعاقب سونج، واللي مش هيتردد للحظة واحدة، وهيفضحه قدام الناس كلها لأنه ما قدرش يوفر له الحماية اللي هو محتاجها. والمصيبة كمان إن مينهو اتضرب قدام مجموعة من زمايله اللي ممكن يبلغوا إدارة المدرسة باللي حصل بشكل تفصيلي. وبالطبع فحتى سونج كان عارف كويس إن اعتداءه على مينهو هيعمل له مشاكل كبيرة جدا، ولكنه في نفس الوقت كان عارف إنه مش راجع عشان يعيش حياة هادية وطبيعية، لأن هدفه الوحيد في حياته الجديدة هو إنه ينتقم من كل شخص تسبب في المأساة اللي عاشها. وعشان كده فسونج ما كانش عنده أي مانع يخسر حياته في مقابل تحقيق هدفه. وبعد دقايق وبالفعل الأخبار وصلت لمدير المدرسة أودايهون، واللي قرر يستدعي سونج ومجموعة من المدرسين اللي بيشتغلوا في المدرسة عشان يتناقش معاهم في المصيبة اللي حصلت دي. وساعتها يونج كان متضايق جدا، لأن زميلته ليه من مدرسة الإنجليزي ما كانتش تعرف حاجة عن الموضوع ده، وعشان كده فكانت أول واحدة تطلب من المدير معاقبة سونج وفصله من المدرسة بشكل نهائي. بس يونج اتدخل وحاول يدافع عنه، وطلب من المدير إنه يسامحه لأنه من أفضل الطلاب في المدرسة كلها وعمره ما عمل مشكلة مع زمايله. وكمان أكد له إنه مجرد ضحية وكان بيدافع عن نفسه بس بعد ما تعرض للضرب والتنمر من زمايله. لكن واضح إن أودايهون ما كانش عنده استعداد يضحي بعلاقته المميزة بعائلة مينهو، وعشان كده كان مصمم يعاقب سونج ويفصله من المدرسة. فقرر إنه يشكل لجنة من بعض المسؤولين عن المدرسة عشان يعرض عليهم الموضوع الأول، ويطلب منهم معاقبة الطالب المشاغب سونج اللي تسبب في إصابات خطيرة لزمايله. ولحد ما يجي ميعاد اجتماع اللجنة بعد أسبوع هيتم اعتبار سونج مفصول، ومش هيقدر يدخل المدرسة مرة تانية إلا مع ولي أمره. وبعدها مشي سونج وراح على فصله عشان ياخد شنطته ويرجع على بيته. وطبعا فيونج كان خايف جدا من ردة فعله، وحاول يشرح له الموقف ويفهمه إنه عمل كل اللي يقدر عليه، وكمان قال له إنه كان هيقدر يحميه لولا اعتدائه بس على مينهو. وقتها رد عليه سونج بإنه عارف كويس إنه حاول ينقذه من العقوبة، وعشان كده هيحافظ على الاتفاق اللي بينهم بشرط إنه يفضل دايما واقف في صفه ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعده في المستقبل. وبالرغم من إن سونج ما كانش طايقه إلا إنه كان بيفضل يستغله ويستعين بيه عشان يقدر ينتقم من بارك وزمايله، خصوصا إن يونج حاليا بقى عامل زي ما يكون عبد عنده، لأنه هيحاول ينفذ طلباته كلها ويرضيه بأي طريقة عشان ما يتفصلش من شغله. وبعدها قرر سونج إنه يرجع على بيته عشان يرتاح ويخطط للفترة اللي جاية، خصوصا إنه كان عارف كويس إنه لسه في بداية المشوار، ولو ما كانش عنده خطة مظبوطة مش هيقدر ينتقم بالطريقة اللي بيتمناها. ومش بس كده، لا ده كمان ممكن يعيش حياة أسوأ من حياته الأولى وتتحول فرصته في الانتقام لحياة مأساوية جديدة. وعشان كده كان لازم يفكر في خطة جهنمية تخليه يقدر يواجه عائلة مينهو وإدارة المدرسة قبل ما يواجه بارك تشول نفسه. وفي طريقه للبيت فضل يفتكر حياته الأولانية لما شاف شوارع مدينته اللي بقاله سنين ما شافهاش، ولما رجع على بيته اتفاجئ إن جدته مش موجودة في البيت. وساعتها افتكر إنه رجع للبيت في نفس الميعاد اللي بتروح فيه هي شغلها، لأنها كانت مضطرة تشتغل عشان تقدر تصرف على البيت، وده بالرغم من إن سنها كبير جدا وصحتها ما تسمح لهاش بالشغل من الأساس. لكن وللأسف ما كانش عندها أي حل تاني عشان تقدر تصرف عليه هو وأخوه تدفع لهم مصاريف المدرسة. وده اللي خلى سونج مصمم إنه يرد لها الجميل ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يشتري لها بيت في منطقة راقية. وفي نفس الوقت فكان متأكد إنه مش هيقدر ينتقم إلا لو كان بيملك القوة الجسدية اللي هتساعده في مواجهة بارك وزمايله، وكمان فلازم يقدر يستعين بمجموعة من الأشخاص اللي بيتمتعوا بالقوة والنفوذ في المدينة. وده لأنه عارف كويس إنه في النهاية مجرد طالب في المدرسة ومش هيقدر يواجه أعدائه وينتقم منهم كلهم لوحده. وفي نفس الوقت كان في شاب اسمه جوشانج محجوز في قسم الشرطة بسبب اعتدائه على مجموعة من الأشخاص في واحد من المحلات التجارية، وبيعتبر جوشانج هو الابن الأكبر لعائلة ميونج المعروفة بامتلاك القوة والنفوذ. وعشان كده كان واضح إنه متضايق جدا لأن احتجازه في قسم الشرطة هيأثر على سمعته بطريقة سلبية، وده اللي خلاه يحاول يقنع الضابط المسؤول عن القسم إنه مرتكبش أي جريمة تستحق العقوبة، لأنه كان بس بيدافع عن نفسه بعد ما تعرض لمحاولة اعتداء من مجموعة شباب خارجين عن القانون. وساعتها كان طبيعي إنه يدافع عن نفسه حتى لو كان مضطر إنه يضربهم
يضربهم عشان يبعدهم عنه، لكن المشكلة انه ما كانش عنده اي دليل يثبت صحة كلامه ده، لان المكان اللي حصلت فيه الخناقة ما كانش فيه اي كاميرات مراقبة، وعشان كده فالضابط ما كانش مقتنع بكلامه وكان مصمم على احتجازه بعد ما تسبب في اصابة 3 اشخاص بجروح وكدمات خطيرة. والمصيبة ان جو شانج كان مرشح يكون خليفة لوالده وزعيم لعيلة ميونج، لكن طبعا لما والده يعرف انه محجوز في القسم بتهمة الاعتداء على المواطنين فاكيد ساعتها هيفكر في الاستعانة باخوه الصغير، خصوصا انه شاب مثقف وخريج جامعة مشهورة ومتجوز واحدة من عيلة كبيرة جدا، وده في حين ان جو شانج ما كملش تعليمه بعد حصوله على شهادة الثانوية، وعشان كده كان وارد جدا ان والده يستبعده لما يعرف انه منحرف وبيعمل مشاكل كمان. ما هي المشاكل دي اكيد هتأثر بالسلب على سمعة عيلته اللي تعتبر واحدة من العائلات المرموقة في مدينة دايسان الكورية. وفي اللحظة دي حصلت المفاجأة ودخل سونج القسم الشرطة وطلب يقابل الضابط المسؤول عشان يعرض عليه مقطع فيديو بيثبت براءة جو شانج، واللي كان مضطر يدافع عن نفسه بعد ما تعرض للهجوم بدون اي سبب واضح. وطبعا لما الضابط شاف الفيديو اتأكد انه كان قدام حالة دفاع عن النفس، ولكنه في نفس الوقت كان مستغرب ومش قادر يفهم الطريقة اللي تم بيها تصوير الفيديو، وعشان كده سونج حاول يشرح له موقفه واكد له انه كان معدي من مكان الحادثة بالصدفة، ولما شاف خناقة كبيرة بتحصل هناك قرر انه يساعد الشرطة عن طريق الحصول على مقطع الفيديو المحفوظ في الصندوق الاسود لواحدة من العربيات الموجودة في مكان قريب من مكان الحادثة. واخيرا بلغ الضابط انه ما يعرفش سبب الخناقة لكنه قدر يشوف بنفسه كل اللي حصل من البداية للنهاية، وعشان كده فهو متأكد ان جو شانج مظلوم لانه كان باين عليه انه مش بيحاول يعمل مشكلة مع الشباب في حين انهم كانوا مصممين على الاعتداء عليه، وساعتها فجو شانج كان مضطر يضربهم عشان يدافع عن نفسه. وهنا بقى اقتنع الضابط بصحة موقف جو شانج ويقرر الافراج عنه بعد ما اعتذر له عن احتجازه بدون اي مبرر، لكن واضح ان جو شانج ما قبلش اعتذاره ووعد انه مش هيسيب حقه وهيحاول يسترده بكل الطرق الممكنة. وبعدها خرج من القسم مع سونج وفضل يشكره على موقفه النبيل، وكمان قدم له مبلغ محترم واكد له انه مش هينسى مساعدته ليه ابدا. وساعتها سونج خد الفلوس وشالها في جيبه وكان واضح انه مبسوط جدا، لكن وبعدها بثواني قرر انه يقلب على الوش التاني ويتكلم مع جو شانج بمنتهى الصراحة، وعشان كده قال له انه عارف كل حاجة عن موضوع المنافسة اللي بينه وبين اخوه الصغير سيوك، وان هما الاتنين بيحلموا يسيطروا على شركة المقاولات بتاعة والدهم. وطبعا فجو شانج كان مصدوم وحاول يسأله عن الطريقة اللي قدر بيها يعرف تفاصيل مهمة عن حياته العائلية والشخصية، وساعتها سونج طلب منه يقعد معاه في اي مكان قريب عشان يتكلموا في الموضوع ده ويقدر يشرح له وجهة نظره، خصوصا ان عنده معلومات تثبت ان اخوه هو اللي خطط للحادثة عشان يورطه في مشكلة ويثبت لوالده ان محدش غيره يستحق يكون خليفته. وطبعا فجو شانج كان هيتجنن وما كانش متخيل ان المنافسة اللي بينه وبين اخوه ممكن تخليه يحاول يلبسه مصيبة ويسجنه عشان يتخلص منه. وفي نفس الوقت فسونج برضه كان عارف عنهم اخبار كتيرة جدا، لانه لما كان في المستشفى كان بيقدر يسمع الاخبار لما الممرضات كانوا بيشغلوا التلفزيون، وفضل سنين بيسمع الاخبار عن عائلة ميونج لان المشاكل اللي بينهم اتطورت بعد كده ووصلت لمراحل خطيرة بزيادة، وعشان كده كان حابب يستفيد بالمعلومات اللي هو جابها من الماضي في حياته الجديدة. وبالفعل وافق جو شانج انه يقعد يتكلم معاه لانه كان عنده فضول وعايز يعرف حكايته. وساعتها سونج طلع له مقطع فيديو على موبايله وقال له ان المقطع اللي عرضه على الضابط ما كانش كامل وانه اضطر يقطع جزء منه عشان يعرضه عليه بدون الدخول في اي تفاصيل ممكن تسبب له مشاكل. وبيظهر في بداية الفيديو الاصلي ان ال3 شباب اللي اتخانقوا معاه كانوا واقفين جوه نفس المحل اللي حصلت فيه المشكلة وما كانوش بيعملوا اي حاجة، وعشان كده كان واضح انهم عارفين خط سيره ومستنينه هناك من قبلها بنص ساعة عشان يتخانقوا معاه. وده كان واضح جدا لانهم كانوا عمالين يشتموه من غير سبب بالظبط وكأنهم عايزينه يرد عليهم ويضربهم. ولما اتعصب وبدأ يعتدي عليهم بالضرب ما كانوش عايزين يدافعوا عن نفسهم لحد ما الشرطة توصل، وده اللي خلاه متأكد انهم واخدين مبلغ كويس من سيوك مقابل تنفيذهم لمهمة مطلوبة. وطبعا جو شانج كان مصدوم لانه ما كانش متخيل ان اخوه ممكن يعمل كده، لكنه في نفس الوقت كان مستغرب جدا وعايز يعرف سبب المساعدة اللي بيقدمها له سونج. وطبعا فبطلنا ما كانش بيقدم المساعدة دي بدون مقابل لانه كان بيحاول يستغل المعلومات اللي قدر يحصل عليها من حياته الاولى عشان يبني تحالف قوي مع مجموعة من الاشخاص المهمين ويقدر يستعين بيهم بعد كده في تنفيذ خطته الانتقامية والتصدي لعيلة منه. ولو رجعنا للحياة الاولانية اللي عاشها سونج فهنلاقي ان سيوك هو اللي بدأ المشاكل مع اخوه الكبير وكان بيحاول ينفذ مخطط شرير لتدميره بهدف السيطرة على شركة المقاولات المملوكة لوالدهم جين. ولما اكتشف جو شانج خطته الشريرة قرر انه يواجهه. حصلت بينهم خناقة كبيرة انتهت بتعرض سيوك للإصابة بإعاقة جسدية بعد ما انهال عليه جو شانج بالضرب بدون أي رحمة. وساعتها أبوهم جين اتأكد ان الخلافات اللي بين ولاده هتتسبب في انهيار الشركة اللي فضل يبنيها لمدة سنين طويلة،
وعشان كده قرر انه يتعاقد مع اشخاص متميزين لاداره شركته بدل ما يعتمد على اولاده. والمثير للاهتمام ان الاداره المحترفه اللي استعان بيها جين لاداره شركته قدرت تحقق النجاح الباهر وتنقل الشركه لمكان افضل بسرعه الصاروخ. وعشان كده فسونج كان عارف ان الخلاف اللي حصل بين افراد عائله جين في مصلحه الشركه، ولكنه طبعا ما كانش بيهتم غير بمصلحته الشخصيه في حياته الجديده. وبالرغم من انه متاكد في ذات نفسه ان جوشانج غير مؤهل لاداره الشركه باي شكل، الا انه كان مصمم يساعده في الوصول لمنصب مدير الشركه في اقرب وقت ممكن. وعشان كده عرض عليه مساعدته لاقناع والده باحقيته في اداره الشركه. وساعتها طبعا جوشانج فضل يضحك وقال له ان في ناس كتير قريبين منه وممكن يساعدوه بشكل احسن منه، لانه مجرد شاب في مدرسه ثانويه وعمره ما يزيدش عن 17 سنه. وطبعا فسونج ما كانش شاب عادي لانه بيمتلك خبره كبيره من حياته الاولانيه. وعشان كده رد عليه بكل ثقه وهدوء واكد له ان الناس القريبين منه بيخدعوه بكلامهم الحلو وما حدش منهم بيحاول يواجهه بالحقيقه ويقدم له المساعده بشكل واقعي. لا وفوق كده فممكن يكون وسطهم جاسوس بيشتغل لمصلحه سيوك وبيعرفوا خط سيره اول باول. وقتها كان من الواضح ان جوشانج بدا يقتنع بكلامه شويه، فطلب منه فرصه للتفكير وخرج بره المطعم اللي هم قاعدين جواه عشان يدخن سيجاره. ولما طلع فضل يفكر بتركيز عالي في كلام سونج، وعلى الرغم من انه كان حاسس ان كلامه حقيقي 100%، الا انه ما كانش حابب يعتمد على شاب عمره 17 سنه ولسه ما خلصش المدرسه الثانويه بتاعته. ما هو اكيد شاب في السن ده مش هيكون ناضج بشكل كافي وهيوديه في 60 داهيه ويضيع منه كل حاجه. لكن واضح انه كان متردد جدا، لانه بعد ثواني بدا يغير موقفه لما افتكر نصيحه والده بانه لازم يحتفظ بشبكه علاقات مع مجموعه من الاشخاص المتميزين حتى لو كانوا من عائلات متواضعه او اصغر منه في السن. وده لانه ما كملش تعليمه وما عندوش المهارات الكافيه اللي تخليه يتولى قياده الشركه بتاعته. وعشان كده كان عايزه يستعين باهل الخبره في كل مجالات الحياه وخصوصا مجال العمل. وساعتها رجع لسونج وطلب منه يشرح له الخطه اللي بيتكلم عنها، ووعده ان الخطه لو عجبته هيتعاون معاه. وفي نفس الوقت فسيوك كان متضايق جدا بعد ما عرف ان رجالته فشلوا في تنفيذ المهمه، لكن واضح انه كان مصمم على التفكير في خطه بديله عشان يقدر يتخلص من اخوه اللي بينافسه على خلافه والده. ما هو شايف ان جوشانج ما كملش تعليمه ولا عنده اي مؤهلات يقدر من خلالها ينجح في اداره الشركه. وبالرجوع من تاني لسونج فهنلاقيه بيحاول يشرح خطته لجوشانج ويقنعه انها الخطه الوحيده اللي هتخلي والده يعتمد عليه بشكل اساسي. وطبعا في اهم مرحله في الخطه دي هي ان جوشانج يعرف الحقيقه ويعترف ان اخوه افضل منه ومؤهل اكتر منه لاداره الشركه. وده طبعا لانه درس اداره الاعمال في جامعه اجنبيه مشهوره، وكمان لما اتخرج من الجامعه ورجع على كوريا اتجوز واحده من عيله كبيره ومشهوره. ما هي البت دي ممكن تساعده هي وعيلتها على اكتساب مكانه مرموقه بحيث يقدر سيوك يقنع ابوه بافضليته واحقيته لتولي اداره الشركه. وعلى العكس تماما فجوشانج ما كانش مثقف ولا بيقدر يتحكم في انفعالاته، لدرجه انه بين الفتره والتانيه كان بيتورط في مشاكل كبيره جدا. وده اللي بيخليه بالنسبه لعيلته شخص غير جدير بالثقه والاحترام تماما. ولما جوشانج بدا يتعصب ويتضايق من كلامه وحاول سونج يقنعه انه بيمتلك فرصه ذهبيه للسيطره على الشركه في حال لو قدر يخلي اخوه يتورط في مشاكل هو كمان ويكون في نظر عيلته شخص مستهتر. بس لازم في نفس الوقت يشتغل على نفسه ويحاول يطور مهاراته ويحافظ على سمعته عشان يقدر يثبت لابوه انه اتغير وما بقاش زي الاول. وبما انه الابن الاكبر فبالتاكيد هيكون قرار تعيينه كمدير للشركه اسرع مما يتخيل. بس كل ده مش هيكون سهل ابدا لان اخوه اشتغل اكتر منه وقدر يكون علاقات متميزه مع العائلات المرموقه في المدينه كلها. ده غير انه كان بيهتم دايما بسمعته وبيظهر قدام الناس في صوره الشخص المثقف، ودي حاجات بيفتقدها جوشانج تماما لان سمعته في المدينه كلها زي الزفت. ما هو معروف عنه انه بتاع مشاكل ودايما الناس بتشوفه وهو سكران وبيتمشى في شوارع المدينه. وعشان كده فلازم في البدايه يشتغلوا على تغيير الوضع بشكل جذري بحيث ان اخوه يكون اسوأ منه في كل شيء. وبما انه مش يقدر يعمل زيه ويتجوز واحده من عيله كبيره في الوقت الحالي، فلازم يتسبب له في مشكله مع مراته عشان ينفصل عنها ويفقد جزء كبير من الافضليه اللي بيتمتع بيها. ولما يعمل كده سيوك هيرجع لنقطه الصفر وهتكون منافسته اسهل بكتير. وبالفعل الخطه بدات بسرعه وقدر سونج يتواصل مع زوجة سيوك ويبلغها انه بيخونها مع زميلته اللي بتشتغل معاه في الشركه، وكمان عرفها مكان الفندق اللي هم بيتقابلوا فيه بين الفتره والتانيه. وطبعا في الاول فالست ما كانتش مصدقه ان جوزها ممكن يعمل كده، ولكنها فضلت تراقبه لحد ما اتاكدت انه فعلا بيخونها وان الاخبار اللي وصلتها كانت حقيقيه. وبعدها قدرت توصل للست اللي هو يعرفها وضربتها قدامه علقه موت وطلبت منه يطلقها بدون اي نقاش.
ولما جين عرف الكلام ده كله كان هيتجنن، لأنه ما كانش يتخيل أبدا إن شخص مثقف زي سيوك ممكن يرتكب أفعال غير أخلاقية، وعشان كده استدعاه لمكتبه وفضل يوبخه بمنتهى القسوة، وكمان أكد له إنه حاول يتواصل مع زوجته عشان يقنعها تشيل فكرة الطلاق من دماغها، ولكنها رفضت وطلبت تبعد عنه فترة على الأقل عشان تقدر تفكر في الموضوع ده. وفي نفس الوقت قدر يتواصل مع والدها وطلب منه يحافظ على سرية الموقف، ووعد إنه هيعاقب سيوك على المصيبة اللي هو عملها وإنها هتكون المرة الأولى والأخيرة. وبالرغم من إن سيوك كان بيحاول يعتذر عن اللي عمله إلا إن والده كان غضبان جدا، ويأكد له كمان ساعتها إنه ما كانش متخيل أبدا إنه ممكن يضحي بسمعته ويكون زي أخوه الكبير جوشانج. وبعدها بقى توجه الأب لجوشانج بالكلام وسأله عن سبب وجوده في قسم الشرطة من يومين. ساعتها جوشانج اعتذر له ووعد إن المشكلة اللي حصلت دي مش هتتكرر تاني، ودي طبعا كانت فكرة الداهية سونج اللي طلب منه يتظاهر بالندم على أي حاجة وحشة يعملها، لأنه مش هيستفاد أي حاجة لو والده عرف بالخلافات اللي بينه وبين أخوه الصغير. ما هو كده لما يتأكد إن سيوك غير مؤهل ولا يعتمد عليه، فمش هيكون عنده أي حل تاني غير إنه يعتمد على جوشانج لو قدر يثبت له إنه شخص مسؤول ومحترف. وعلى غير العادة قرر جوشانج إنه ينفذ الفكرة بحذافيرها واعتذر لوالده، ويأكد له إنه هيكون شخص مسؤول ومش هيعمل أي مشاكل تأثر على سمعة العيلة مرة تانية. وطبعا فجين كان مبسوط جدا منه وبيحاول يشجعه، خصوصا بعد ما عرف إن في شباب كانوا بيحاولوا من يومين يتخانقوا معاه، ولكنه فضل محافظ على هدوءه لحد اللحظة الأخيرة ومرضيش يضربهم إلا بعد ما فشلت الطريقة الودية في التعامل معاهم. لا وفوق كده كمان أكد له إنه بيفتخر بيه لأنه للمرة الأولى بقى بيقدر يتعامل مع مشاكل ويحلها بمنتهى الذكاء. وطبعا فجوشانج كان مبسوط جدا لأن خطته بدأت تنجح ووالده بدأ يحس بالرضا عن تصرفاته للمرة الأولى في حياته. وده في حين إن سيوك كان متعصب جدا وكان مصمم يوصل للشخص اللي عرف مراته مكان الفندق اللي بيقابل فيه زميلته عشان ينتقم منه ويدمر حياته. وطبعا في نهاية اليوم جوشانج كان حريص إنه يقابل سونج عشان يشكره على نصيحته، واللي قدر بفضلها يحصل على الإشادة من والده لأول مرة في حياته. وده اللي خلاه متحمس جدا للخطة العبقرية بتاعة سونج، واللي كان شايف إنه مش لازم يبالغ في الفرحة أو يستعجل على منصب مدير الشركة، وإن القرار الأفضل في الوقت الحالي هيكون إنه يشتغل في الشركة كموظف مبتدئ عشان يتعلم الشغل بشكل تدريجي ويقدر ينافس سيوك اللي بيتمتع بخبرات إدارية كبيرة. وبالرغم من إن جوشانج ما كانش مقتنع في البداية إنه يشتغل في وظيفة بسيطة زي دي، إلا إنه كان متحمس لأفكار سونج وأكد له إنه موافق يعمل أي حاجة يطلبها منه. وساعتها بطلنا قرر إنه يطلب منه المساعدة في حل مشكلته مع إدارة المدرسة عشان ما يتفصلش منها. وتاني يوم الصبح بدري كانت سونج والدة مينهو موجودة في المدرسة وماسكة في خناق يونج لدرجة إنها ضربته بالقلم على وشه، وفضلت تهزقه لأنه ما قدرش يوفر لابنها الحماية مقابل الفلوس اللي بتديها له كل شهر. وعشان كده وعدته إنها مش هتسيبه وهتقنع المدير إنه يطرده من المدرسة لو الواد اللي اعتدى على ابنها بالضرب ما اتفصلش بشكل نهائي. وبكده فيونج لقى نفسه بين نارين ومش عارف يتصرف ازاي، فحاول يقنع سونج انه يكون منطقي وما يضغطش عليه اكتر من كده، لان العناد مش هيفيده ومشكلة مش هتنتهي الا لو اعتذر لمنه وطلب منه السماح. لكن واضح ان سونج ما كانش مهتم بكلامه ده، فرد عليه بكل برود وطلب منه يتصرف ويحل الموضوع بطريقته، لانه لو حصل واتفصل من المدرسة فحياته هتتدمر ومستقبله هيضيع، وساعتها مش هيتردد في انه يدمر له حياته ويفضحه في كل مكان. لا وفوق كده كمان سخر منه وقال له انه لو قرر يدمر حياته فهيخليه يختار قبلها بين كشف فساده المالي او خيانته الزوجيه. وبعد دقايق بدا اجتماع لجنه المراجعه اللي المفروض هتاخد قرار في مساله فصل سونج من المدرسه بعد اعتدائه بالضرب على زمايله بطريقه وحشيه. وطبعا سونج كانت حاضره الاجتماع مع ابنها بعد ما وعدها مدير المدرسه بانه هيستغل نفوذه عشان يقنع اعضاء اللجنه بالموافقه على قرار فصل المشاغب سونج عن المدرسه بشكل نهائي. وفي اللحظه دي حصلت المفاجاه ودخل جوشانج لمقر اللجنه واعلن عن حضوره الاجتماع كولي امر سونج. وساعتها يونج اتصدم وما كانش قادر يصدق ان الابن الاكبر لعيله جين الغنيه عن التعريف هيحضر الاجتماع كولي امر سونج. وطبعا فيونج كان عارفه كويس لانه شافه قبل كده بالصدفه في واحد من الاماكن المشبوهه اللي بيروحها، وساعتها عارف انه مليونير واغنى بكتير من عائله مينهو، وعشان كده قرر انه يغير موقفه تماما وينحاز لسونج بشكل رسمي. ولما طلبت اللجنه انها تسمع رايه في المشكله اللي حصلت بصفته مدرس الفصل، فضل يدافع عن سونج وحاول يقنع اعضاء اللجنه ان مينهو وزمايله هم سبب المشكله، لانهم متعودين يتنمروا على زمايلهم ويعتدوا عليهم بالضرب. وعشان كده
كده فسونج ما كانش عنده أي حل تاني غير إنه يدافع عن نفسه بعد ما تعرض للضرب والتنمر بسبب دفاعه عن زميله جونج لما شاف بارك تشول بيضربه بكل قوته وبدون أي رحمة. وكمان أكد لأعضاء اللجنة إن وجود منه وزمايله بيعتبر إساءة للمدرسين وإنهم الوحيدين اللي يستحقوا أقصى عقوبة ممكنة بسبب استمرارهم في إهانة زمايلهم والتنمر عليهم، وده بالرغم من إنه حاول يمنعهم ويعاقبهم في أكتر من مناسبة. ولكن ومع كل ده ففي كل مرة كانوا بيرجعوا لنفس السلوك المنحط مرة تانية. بس طبعا مدير المدرسة كان متفق مع سونج إنه ينفذ لها أوامرها في مقابل حصوله على مبلغ مالي محترم، وعشان كده رد عليه وقال له إن معلوماته بخصوص التنمر دي غير مؤكدة وإنه مش متأكد من أي حاجة غير إن في 4 طلاب راحوا المستشفى بسبب اعتداء سونج عليهم بطريقة وحشية. ولأنه راجل محترم فحت كمدير للمدرسة دي فهو بيعتبر اللي سونج عمله ده سلوك همجي ومرفوض تماما ومش ممكن يقبل أي مبررات لاستخدام العنف بين الطلبة. وعشان يضمن إن مفيش أي حوادث من نفس النوعية ممكن تحصل في مدرسته مرة تانية فلازم يكون حريص على معاقبة الطالب المشاغب سونج عشان يكون عبرة لأي طالب غيره يفكر في استخدام العنف ضد زمايله. وبعدها طلب المدير من مينهو يقول رأيه ويحكي لهم اللي حصل قبل ما ياخد قرار نهائي في الموضوع ده. وساعتها بدأ مينهو يشرح اللي حصل بطريقته ويأكد للمدير إن كلام الأستاذ يونج غير صحيح بالمرة وإن المشكلة بدأت لما كان بيتمشى في المدرسة وشاف زميله بارك بيتعرض للضرب المبرح من زميلهم المتوحش سونج لدرجة إنه كان واقع على الأرض ومش قادر يقاوم أو يدافع عن نفسه. ولما قرب منه وحاول يدافع عنه انهال عليه سونج بالضرب بطريقة وحشية هو كمان ومسك القفل الحديد وضرب بيه زمايله اللي بيحاولوا يقربوا منه ويمنعوه من التصرف بطريقته الغير إنسانية. وطبعا فلما يونج عرف باللي حصل واستدعاه لمكتبه الكل كان مفكر إن سونج هيتعاقب لكنه بالظبط بعد ما خرج من المكتب راح له على الفصل بتاعه وضربه قدام زمايله بطريقة مهينة وتسبب في إصابته بمجموعة من الكدمات. ولما فضل يفتكر اللي حصل ويبكي اتدخلت والدته وطلبت من المدير انه يعاقب المشاغب سونج ويفصله من المدرسة بشكل نهائي لان وجوده خطر على بقية الطلاب. وطبعا كان من الواضح ان بقية الاهالي الموجودين في الاجتماع متفقين معاها في الرأي برضه. وفي نفس الوقت ده فبارك كان مرمي في المستشفى مع زمايله وكانت حالته النفسية زي الزفت بعد العلقة السخنة اللي خدها من سونج. وعشان كده فزميله تايك كان بيحاول يصبره وبيأكد له ان والدة مينهو مسيطرة على المدرسة كلها ومش هتسمح لسونج يفلت منهم بالمصيبة اللي عملها، يعني 100% هيتعاقب وهيتفصل من المدرسة ويتحرم من الدراسة ومستقبله هيتدمر. وطبعا فبارك كان مصمم ينتقم منه بنفسه لو الإدارة ما خدتش قرار بفصله وكمان كان بيفكر يرفع عليه قضية ويطلب منه تعويض بسبب اعتدائه عليه بالضرب. ولو رجعنا للاجتماع مرة تانية فهنلاقي ان جوشانج قرر انه يتدخل في الموضوع عشان يدافع عن سونج وطلب من المدير انه يستدعي اي طالب في المدرسة بشكل عشوائي عشان يحكي له عن المصايب اللي بيعملها منه وزمايله. وكمان أكد له انهم بيضربوا زمايلهم كل يوم وبيسرقوا منهم فلوسهم وبيعاملوهم أسوأ معاملة وعشان كده سمعتهم في المدرسة زي الزفت. وده اللي مخليه مستغرب ان إدارة المدرسة بتتجاهل كل المشاكل اللي بيعملوها ومصممة على معاقبة سونج اللي بيعتبر واحد من ضحايا مجموعة بارك. وهنا اتدخلت سونج اللي كانت متضايقة ومتعصبة جدا وقالت له انه مش من حقه يتكلم عن ابنها بطريقة وحشة خصوصا انه ولد متربي ومن عيلة كبيرة في حين ان سونج ما عندوش اهل يعرفوه معنى الاخلاق. وكمان طلبت منها يعرفها بنفسه ويفهمها باي حق بيحضر الاجتماع وبيتكلم معاهم بالطريقة دي. وطبعا جوشانج ما كانش بيتكلم من دماغه وكان متفق مع سونج على كل حرف بيتقال لانه عند وعده هيدافع عنه مهما حصل وفي المقابل طبعا هيحصل منه على المساعدة والتخطيط عشان يوصل لمكانة اعلى بكتير من اللي كان بيتمناها. وعشان كده قال لها انه بيحضر الاجتماع بصفته واصية على سونج وكمان عرفها بنفسه واكد لها انه الابن الاكبر لعيلة جين صاحبة شركات المقاولات المشهورة. ودي طبعا كانت مفاجأة لجميع الحضور لان ما حدش منهم كان متوقع ان شخصية مرموقة في مدينة دايسان هتدافع عن شاب يتيم زي سونج. واستمر جوشانج في دفاعه عن سونج واكد لجميع الحضور انه بيعتبره زي اخوه الصغير ويعرف كويس انه مش من النوع اللي بيحب يعمل مشاكل في اي مكان. وعشان كده فهو معروف بين زمايله انه طالب محترم لانه بيتعامل معاهم بطريقة مهذبة. لا وفوق كده كمان بلغ المدير انه كان مفكر ان مدرسة شيونيل تبقى مؤسسة مرموقة ومحترمة وكان بيفكر يستثمر فيها مبلغ مالي كبير لكن بعد ما شاف بعينه انحياز الإدارة الواضح للطلبة المتنمرين قرر انه يتراجع عن الفكرة وخصوصا بعد ما اتصدم من موقف الإدارة اللي عايزة تعاقب طالب محترم زي سونج. لا وكمان بيحاولوا يعملوا كده لمجرد انه قرر يدافع عن نفسه بعد ما تعرض للضرب والإهانة. وللأسف لما كان بيشتكي للمدرسين بتوعه ما حدش منهم كان بيحاول يساعده ولما قرر انه يدافع عن نفسه كل المسؤولين صحيوا من نومهم وعايزين يعاقبوه ويضيعوا مستقبله. وده طبعا ملهوش اي تفسير غير ان الإدارة بتتجاهل اي طالب بسيط زي سونج وبتتحرك بس عشان تدافع عن الطلبة اللي بينتموا لعائلات غنية بسبب الرشاوي اللي بتتقدم بشكل مستمر للإدارة والمدرسين اللي بيشتغلوا في المدرسة. وبعدها بدأ يهدد المدير ووعده انه مش هيسكت
هيسكت وهيشتكي مدرسته للمؤسسات الرقابية، وساعتها يتفضح في كل مكان ومش هيعرف يعيش في مدينة دايسان من الأساس. وهنا أودايهون بدأ يتوتر وما كانش عارف يتصرف ازاي، لكنه في نفس الوقت كان عمال يفكر في طريقة يقدر يخرج بيها من الموقف الصعب اللي هو بيتعرض له دلوقتي. وبما انه راجل مرتشي وما عندوش ضمير، فمن الطبيعي انه يدور على مصلحته حتى لو كانت من على حساب كرامته وكبريائه. وعشان كده بدأ يفكر انه يتخلى عن منه ويغير موقفه بالشكل اللي يرضي جو شانج، وبكده هيتجنب كل المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب نفوذ عيلة جين. ده غير كمان انه هيكون عنده فرصة انه يتعاون معاهم ويستفاد منهم في المستقبل، لانه ممكن يقنعهم انهم يستثمروا مبلغ كويس في مدرسته عشان يخليها رقم واحد. وعشان كده بدأ يغير موقفه بشكل واضح جدا ورد على جو شانج وقال له انه بالفعل جات له شكاوي كتير من الطلاب، وكان دايما بيسمع ان مجموعة المتنمرين بقيادة منه بيعملوا مشاكل مع زمايلهم بشكل متكرر. وده في حين ان سونج بيعتبر من الطلبة المتفوقين في المدرسة وعمره ما عمل اي مشكلة قبل كده. وبعدها سمح لسونج انه يتكلم عشان يدافع عن نفسه بقى ويحكي لهم اللي حصل. وطبعا بطلنا ما كانش متخيل ان المدير المرتشي هيسمح له اخيرا انه يتكلم ويدافع عن نفسه للمرة الاولى في حياته، لكنه في نفس الوقت كان مصمم يستغل الفرصة ويدافع عن نفسه بافضل طريقة ممكنة. وعشان كده لما بدأ يتكلم حاول يفهم المدير انه عمره ما كان مشاغب قبل كده، بس المشكلة ان بقاله فترة بيتعرض للضرب والتنمر بشكل يومي. وحتى لما حاول يشتكي للمدرسين بتوعه فمحدش كان بيهتم ولا بيحاول يساعده، واقصى حاجة كانوا بيعملوها انهم يطلبوا من بارك ما يعملش كده تاني. وده طبعا كان بيضايق بارك واصحابه كانوا بيعتدوا عليه بالضرب اكتر، وعشان كده كان مضطر انه ياخد حقه بنفسه طالما محدش بيساعده ولا بيدافع عنه. وللسبب ده فهو مقتنع تماما انه مش غلطان وما يستحقش اي عقوبة حتى لو كانت بسيطة، لانه كان مضطر يعمل كده. وطبعا فسونج ما وقفش لحد هنا، لا ده كمان اتجرأ انه يهدد المدير وحذره انه لو ما طردش منه وزمايله من المدرسة فهيضطر ينشر تفاصيل الحادثة في وسائل الاعلام وهيخلي سمعة مدرسته زي الزفت. وفي اللحظة دي اتدخلت سونجا وقررت انها تكلم جوزها عشان تطلب مساعدته، لانها بدأت تحس ان اودايهون اتخلى عنهم وقرر ينحاز لصف سونج. وطبعا لما كلمت جوزها وشرحت له الموقف وعدها انه هيحضر بنفسه خلال دقايق وهيخليهم كلهم يندموا ويعتذروا لها، لكنه طبعا تراجع عن موقفه لما عرف ان مشكلتها مع جو شانج، ويأكد لها انهم مش هيقدروا يواجهوا نفوذ عيلة جين ابدا. وكمان طلب منها تخلص المشكلة باي وسيلة ممكنة حتى ولو كانت النتيجة هي معاقبة منه. وده اللي خلى الولية مصدومة ومش عارفة تتصرف ازاي، ولكنها في نفس الوقت قررت تنسحب بهدوء وترضى بأي عقوبة من إدارة المدرسة. وطبعا فأودايهون قدر يخلص الموضوع بالشكل اللي يرضي جو شانج ويصدر قراره بطرد شلة المتنمرين من المدرسة والاكتفاء بعقوبة بسيطة على سونج عشان يبقى الموضوع متقفل بشياكة. وبعد انتهاء الاجتماع رجع سونج على بيته بقى، ولكنه ما كانش قادر يبطل تفكير في رد فعل منه واللي كان مقهور لما تم الإعلان عن قرار طرده هو وزمايله من المدرسة. لا وفوق كده كمان استناه بطلنا لما طلع بعدها من مكتب المدير وطلب منه يتذلل ويقعد على ركبته عشان يطلب منه السماح، ويهدده بانه لو رفض ينفذ اوامره فهيخلي حياته اسوأ من الجحيم. وطبعا فمنه رفض انه يعتذر وحاول يهجم عليه عشان يضربه كمان، لكن والدته اتدخلت ومنعته وطلبت منه ينفذ اوامر سونج ويعتذر له كمان يتذلل ويطلب منه السماح. وعشان كده فمنه كان مصدوم ومش قادر يستوعب الموقف، ولكنه في نفس الوقت قرر انه ينفذ الامر وقعد على ركبته وفضل يبكي ويطلب السماح من سونج، واللي رفض يقبل اعتذاره وقال له انه كان لازم يتذلل اكتر من كده لو كان عايز يقنعه انه يسامحه فعلا. وطبعا بطلنا ما كانش بيفتري او بيعمل فيهم كده من غير سبب، ولكنه ما كانش قادر ينسى ان جدته اضطرت المره اللي فاتت انها تتذلل لسونجا واعتذرت لها بطريقه مهينه لما حصلت مشكله كبيره بينه وبين منه. وساعتها طبعا اودايهون قرر ينحاز لسونجا واكتفى بانه يعاقب سونج بس بعد ما كان عايز يطرده من المدرسه. وبالرجوع بقى للحاضر وتحديدا لسونج اللي كان نايم على سريره في بيت جدته، يتفاجئ ان بارك بيحاول يتصل بيه وبيبعت له رسائل على موبايله وبيطلب فيها منه مقابلته. وبالفعل استجاب سونج وراح يقابله في المكان اللي اتفقوا عليه. وساعتها بارك حاول يفهمه ان مدير المدرسه طرده هو وزمايله وان مستقبلهم هيضيع لانهم مش هيقدروا ينضموا لاي مدرسه تانية بسبب طردهم من مدرسه شيونين لاسباب اخلاقيه. وعشان كده فهو كان مصمم يقابله لانه كان عايز يعتذر له وينهي المشكله اللي بينهم، لان مدير المدرسه اشترط عليه انه يتصالح معاه لو كان عايز يرجع للمدرسه مره تانية. وده اللي خلى بارك يعتذر له بطريقه مهينه ويوعده انه مش هيضايقه تاني ابدا ولا هيعامل زمايله بطريقه وحشه من جديد.
وكمان حاول يبرر تصرفاته المستفزة تجاه زمايله في المدرسة، وأكد له إنه مش بيعمل كده من نفسه وإن في ناس بيدفعوا له فلوس وبيطلبوا منه إنه يضايق زمايله، وإن ده بيكون بهدف تحقيق أهدافهم الغير أخلاقية. ومن هنا بدأ سونج يفتكر لما كان بيسمع الأخبار وهو في المستشفى، لأن الأخبار ساعتها كانت بتتكلم عن طالب رمى نفسه من فوق سطح مدرسة شيونيل بسبب تعرضه للتنمر المستمر. وأثناء التحقيقات تم العثور على مذكرات الطالب اللي كان مسجل فيها إن سبب انتحاره هو تعرضه للاضطهاد من عصابة الدايرة الذهبية، ودي تبقى عبارة عن منظمة إجرامية سرية بتحقق مكاسب مالية ضخمة عن طريق الاستعانة بمجموعة من الطلبة المتنمرين اللي بيتم الاتفاق معاهم على اضطهاد زمايلهم والتنمر عليهم في مقابل الحصول على مبالغ مالية شهرية. وطبعا فأي طالب بينتمي لعيلة غنية بيكون هدف لشلة المتنمرين واللي بتحاول تضمه وتقنعه بالمشاركة في ارتكاب جرائم العنف المدرسي. وبعد ما بيتورط معاهم في الاعتداء على الطلبة وإهانتهم، فبيكون مضطر إنه يدفع مبالغ كبيرة لإدارة المدرسة في مقابل التغاضي عن أفعالهم المنحطة. لا وفوق كده كمان الإدارة بتكافئه وبتميزه عن بقية زمايله وبتعامله بطريقة مميزة. وطبعا فكل الفلوس اللي بيتم جمعها بالطريقة دي بتكون من نصيب عصابة الدايرة الذهبية وبتتقسم على أفراد العصابة كلهم. وعشان كده فسونج كان مصمم إنه ينتقم منهم باعتبارهم مسؤولين بشكل رسمي عن جرائم العنف اللي بيتم ارتكابها في المدارس المختلفة، وده طبعا بالإضافة للجريمة اللي تعرض لها في حياته الأولانية بشكل خاص. لكن المشكلة إنه ما كانش يعرف معلومات عن زعيم العصابة وبقية الشخصيات البارزة فيها، وده طبعا هيخلي مهمته صعبة لدرجة كبيرة. وعشان كده قرر إنه يستعين ببارك وطلب منه يعرفه اسم الناس اللي مشغلينه وبيدفعوا له مقابل تنفيذه لأهدافهم المنحطة دي. فرد عليه بارك وأكد له إن الشخص الوحيد اللي هو بيتعامل معاه وبياخد منه الأوامر يبقى اسمه شين يون من. وطبعا الاسم ده ما كانش غريب على سونج لأنه معاهم في نفس المدرسة، ومعروف عنه إنه بيستغل قوته الجسدية لإهانة زمايله والاعتداء عليهم بالضرب. وبعد المعلومة المهمة اللي قدمها له بارك قرر سونج إنه يهجم عليه ويضربه علقة موت زي بتاعة المرة اللي فاتت، وكمان أكد له إنه هيضربه بمنتهى القسوة في كل مرة يقابله فيها. وكالعادة فبارك كان مكتفي بإنه يتضرب بس من غير ما يحاول حتى يدافع عن نفسه. وفي اليوم اللي بعده وصل سونج على مدرسته من بدري، وكان في استقباله جونج اللي كان حريص إنه يشكره على موقفه النبيل، وكمان عرض عليه مساعدته في الدروس اللي فاتته أثناء الفترة اللي كان مفصول فيها من المدرسة. لكن وللأسف فسونج فجأة فضل يوبخه لأنه ما حاولش يدافع عنه أو يشهد لصالحه في الجلسة اللي عملتها إدارة المدرسة، بالرغم من إنه كان السبب الرئيسي في المشكلة اللي حصلت له. وعشان كده طلب منه يغور في داهية ونصحه بإنه ما يوريهوش وشه مرة تانية. وفي نفس الوقت فشن كان هيتجنن لما عرف إن سونج قدر يتخلص من بارك وزمايله بفضل مساعدة عيلة جين، وعشان كده كان مصمم إنه يرسم خطة جديدة تخليه يقدر يفرض سيطرته على المدرسة من جديد. وده في حين إن سونج كان متأكد إن الوسيلة الوحيدة اللي هتخليه يقدر يكشف عصابة الدايرة الذهبية هو إنه يكون متفوق دراسيا، لأنهم مش بيقبلوا بوجود أي طالب متفوق إلا إذا كان بينتمي للعصابة بتاعتهم. وأكيد لو عمل كده فساعتها هيحاولوا يتواصلوا معاه بأي شكل من الأشكال. وبما إنه كان متفوق دراسيا في حياته الأولانية فمن المؤكد إن عملية التخلص منه تمت بناء على خطة محكمة ومدروسة بغرض إبعاده عن المنافسة على المراكز الأولى لصالح واحد من الطلبة الأغنياء اللي بيدفعوا فلوس للعصابة. وعشان كده كان متأكد إن في واحد من زمايله اللي معاه في الفصل مدعوم من العصابة دي وبيدفع لهم مبالغ مالية عشان يضمن وجوده ضمن قائمة المتفوقين بشكل مستمر. وطبعا فالتفوق لوحده مش هيكون كافي، لأن سونج عارف كويس إنه هيحتاج يكون قوي بدنيا عشان يقدر يدافع عن نفسه لو اتعرض للهجوم في أي وقت بسبب المشاكل اللي عملها في الفترة اللي فاتت. وده اللي خلاه مصمم على الانضمام لمدرسة الفنون القتالية الخاصة ببطل العالم السابق دوشيول، وده يعتبر أول مصارع كوري يفوز ببطولة المصارعة العالمية. ودي طبعا كانت خطوة كويسة جدا وفي منتهى الذكاء، لأن شن كان مستمر في التخطيط لإعادة فرض سيطرته على المدرسة من جديد. وعشان كده قرر إنه يتواصل مع طالب جديد اسمه جينو واتفق معاه يكون بديل لبارك، وكمان طلب منه يعاقب سونج ويضربه علقة ما يقدرش ينساها طول عمره عشان يحرم يقف قدام عصابتهم ويتحداها مرة تانية. وطبعا مواجهة جينو هتكون صعبة وخطيرة لأنه بيتدرب في مدرسة المصارعة وبيمتلك بنية جسدية قوية جدا. ولو رجعنا مرة تانية لسونج فهنلاقي إنه بالفعل وصل لمدرسة الفنون القتالية، وكان في استقباله مديرها دوشيول واللي حاول يشرح له نظام التدريب في مدرسته بشكل مبسط وسأله عن أسباب رغبته في الانضمام لمدرسة الفنون القتالية. وساعتها رد عليه سونج بأنه عايز يبقى قوي جدا بحيث يقدر يضرب زمايله المتنمرين اللي معاه في المدرسة ويدوس عليهم كلهم. وده اللي خلى دوشيول يتصدم من طريقته في الكلام لأنها مليانة حقد وكراهية، ودي حاجة مش طبيعية. وعشان كده رفض انضمامه للنادي الرياضي بتاعه ويحاول يحذره وأكد له إنه مش محتاج يكون مصارع عشان يدافع عن نفسه، لأنه ممكن يكتفي بممارسة التدريبات البدنية في البيت لو كان بس عايز يدافع عن نفسه ويمنع المتنمرين من الاعتداء
الاعتداء عليه. وطبعا سونج كان مستغرب جدا من ردة فعله دي، لانه عارف كويس انه كان بياخد منشطات محظورة تسببت في انتهاء مشواره الرياضي بشكل مبكر، وده بعد ما كان بينافس ابطال العالم وبيتفوق عليهم لدرجة انه في اخر بطولة شارك فيها نجح في الانتصار في جميع مبارياته لحد ما اكتشف اتحاد المصارعة انه بياخد منشطات محظورة وتم استبعاده. ولما ده حصل اكتفى بالاعتذار عن سلوكه الغير مسؤول واختفى بعدها تماما عن الساحة. لكن واضح ان سونج كان متمسك بالاستفادة من خبراته الطويلة، وخصوصا انه لما كان في المستشفى سمع في الاخبار ان المصارع الكوري اللي قدر يفوز ببطولة العالم من بعده كان بيتدرب تحت اشرافه برضه، وعشان كده حاول يتناقش معاه ويقنعه بفكرته، وقال له انه من حقه يدافع عن نفسه باي طريقة ممكنة زي ما هو كان متعود يحقق الانتصارات باي ثمن. وساعتها توتر دوشيول ورد عليه واعترف له انه كان غلطان لما كان بياخد منشطات عشان يفوز ببطولة العالم، وكمان اكد له انه لو قدر يرجع بالزمن مش هيكرر نفس الاخطاء اللي عملها في الماضي. وبعدها نصحه بانه يرجع على بيته لانه مش ممكن يقبله في النادي الرياضي بتاعه ويساعده على الاعتداء على زمايله، وده لانه في النهاية ممكن يعمل مصيبة وساعتها هيلاقي نفسه مرمي في السجن ومستقبله هيضيع. وطبعا فسونج كان عارف ان الاشتراك بتاع النادي بسيط ولا يتخطى 150,000 ون شهريا، وعشان كده عرض عليه انه يدفع له 100 مليون ون مقابل الاشراف على تدريبه ومساعدته على الوصول لهدفه. وكمان اكد له انه عارف كويس اللي هيحصل له نتيجة تصرفاته وعنده استعداد انه يتحمل العواقب بتاعتها كمان، بالظبط زي ما هو كان عارف ان المنشطات هتدمر حياته وبرضه قرر ياخدها عشان يحقق هدفه حتى ولو كان الثمن هو نهاية مشواره في وقت مبكر جدا. وطبعا فالعرض كان مغري جدا لدوشيول اللي كان محتاج فلوس وبيعاني من مشاكل مالية كبيرة، وعشان كده قرر انه يوافق على تدريبه، لكنه في نفس الوقت حذره من تناول المنشطات ويأكد له انه مش هيسمح له يكرر نفس غلطته لان اعتماده عليها ممكن يدمر مستقبله. وبعدها طلب منه يدخل معاه لحلبة المصارعة ويتحداه في جولة واحدة لمدة 3 دقايق عشان يفهمه اللعبة كويس قبل ما ياخد قراره النهائي ويبدأ يتدرب معاه بشكل فعلي. فلو قدر يصمد قدامه وفضل واقف على رجليه لحد ما الجولة تنتهي هيوافق على تدريبه وبدون مقابل، اما اذا فشل في الصمود فمش هيسمح له يدخل النادي الرياضي بتاعه مرة تانية مهما كان المبلغ اللي هيدفعه كبير. وطبعا كان من الواضح انه بيحاول يطفشه وكان عايز يضربه علقة موت تخليه يكره المصارعة ويغير رأيه فيها. وبالرغم من ضخامة المبلغ اللي اتعرض على دوشيول الا انه ما كانش عايز يتسبب في ضياع مستقبل شاب مندفع ولسه ما فهمش الدنيا كويس. وفي بداية الجولة لاحظ دوشيول ان سونج واقف بطريقة غير مناسبة لصد هجمات المنافس، وده اللي خلاه يعرف ان ما عندوش اي خلفية عن اللعبة وهجم عليه بسرعة وقدر يوجه له لكمة في منتهى القسوة. وساعتها وقع سونج على الارض وكان واضح انه بينزف من شدة اللكمة، لكنه في نفس الوقت كان شخص عنيد جدا وصعب يتخلى عن رغبته في الانتقام، وعشان كده امن على الارض وقف يستعد للهجوم اللي بعده بالظبط وكأن مفيش اي حاجة حصلت له. لكنه للاسف ما قدرش يتفادى لكمات دوشيول اللي كانت في منتهى القسوة. ولما وقع على الارض مرة تانية قرر دوشيول مغادرة الحلبة بعد دقيقة واحدة، وكمان طلب منه ما يقربش من النادي بتاعه مرة تانية بحجة انه غير مؤهل تماما للتدريب على المصارعة. ولكنه اتفاجئ ان سونج لسه ما استسلمش وبيحاول يؤمن على الارض عشان يكمل الجولة لحد الاخر. وده اللي خلى دوشيول مصدوم لانه ما كانش متخيل ان شاب في المدرسة الثانوية هيكون عنده إرادة حقيقية ورغبة قوية في الوصول لهدفه حتى ولو كان مضطر انه يستحمل لكمات عنيفة من شخص محترف زيه. لكنه في نفس الوقت كان مصمم انه يخليه يغير رأيه ويتراجع عن فكرة التدريب على المصارعة حتى لو كان مضطر انه يضربه بمنتهى القسوة. وبالفعل هجم عليه دوشيول من جديد وقدر يوجه له لكمة قوية جدا في صدره. ولما شافه بيقع على الارض مرة تانية اكد له انه لو ما قدرش يقوم ويكمل الجولة خلال 15 ثانية فهيعتبره منسحب. وساعتها حاول سونج يقوم من على الارض ولكن جسمه للاسف ما كانش بيستجيب ليه، وكان حاسس انه هيموت من شدة الالم اللي هو فيه. ولكنه في نفس الوقت ما كانش مستعد يفرط في حلمه بعد ما اضطر يعيش في سريره زي الجثة لمدة 10 سنين كاملين. وعشان كده بدأ يحاول يستخدم ذكرياته المؤلمة كمصدر للطاقة، وساعتها قدر يقوم من على الارض بسرعة وطلب من خصمه يكمل التحدي. وهنا بدأ دوشيول يحس بالخوف لان شخص عنيد زي سونج لو قدر يبقى مصارع محترف حياته هتتدمر، وعشان كده كان مصمم يبعده عن طريق الشر بأي طريقة ممكنة. فهجم عليه وفضل يوجه له لكمات في منتهى القسوة لدرجة انه حتى لو كان مصارع محترف ما كانش هيقدر يستحملها. ولما اوشكت الجولة على الانتهاء قرر انه يوجه له الضربة القاضية اللي كان بيستخدمها لحسم جولاته في البطولات العالمية اللي كان بيشترك فيها. لكن المفاجأة ان سونج قدر يستحمل الضرب وفضل واقف على رجليه لحد ما انتهت الجولة. وساعتها فدوشيول كان هيتجنن ومش قادر يستوعب الموقف اللي حصل قدامه، ولكنه مع كده طبعا ما كانش قدامه اي حل تاني غير بس انه يلتزم بوعده ويوافق على تدريب سونج. وفي نفس الوقت فسونج التزم بوعده وخد رقم حسابه قبل ما يمشي عشان يحول له المبلغ اللي اتفقوا عليه في البداية. وبفضل المبلغ ده قدر دوشيول يرفض عرض متقدم له من اتحاد المصارعة الجديد واللي طلب منه يرجع للمنشطات عشان يقدر يشترك في مسابقته
شركتهم مقابل مبالغ مالية ضخمة جدا. وطبعا لو ما كانش قدر يلاقي مصدر بديل كان هيضطر يوافق ويضحي بحياته لأن ظروفه المادية كانت في منتهى الصعوبة، لكنه في نفس الوقت ما كانش عايز يستخدم المنشطات المحظورة مرة تانية أبدا لأنها دمرت صحته بطريقة مرعبة. أما عن جدة سونج فكانت منهارة لما شافت وشه وارم وبينزف من كتر الضرب، وعشان كده فضلت تسأله عن اللي حصل معاه وطلبت منه يشرح لها الموقف عشان تقدر تساعده انه ياخد حقه من الشخص اللي اعتدى عليه بالضرب، لكنه رفض يقول لها الحقيقة وحاول يقنعها انه اتخانق بس مع زمايله في المدرسة وان الموضوع بسيط جدا ومفيش اي داعي للقلق. وبعدها فضل يتكلم معاها وطلب منها تدفع تحويشة عمرها كمقدمة لشركة جيم بتاعة المقاولات عشان تاخد عندهم شقة في مشروعهم الجديد. ولما رفضت الفكرة بحجة انها مش هتقدر تدفع بقية تمنها، حاول سونج يقنعها بالفكرة وقال لها انها ممكن تبقى تبيع ساعتها شقتها وتاخد قرض من البنك، وفي النهاية لو ما قدرتش تسدد تمنها فممكن تبيعها لأي شخص وتاخد منه مبلغ كويس وساعتها اللي اشتراها هو اللي هيسدد باقي تمنها. وطبعا سونج كان بيخطط انه ياخد لجدته شقة جديدة في حي من الأحياء الفاخرة، لكنه في نفس الوقت كان عايز يقنعها انها قدرت تشتريها بفلوسها عشان ما تسألوش عن مصدر الفلوس اللي معاه، خصوصا ان الشقة سعرها غالي جدا لدرجة ان تحويشة عمرها ما تجيش حتى 1% من تمنها. وفي اليوم اللي بعده قرر بطلنا يتجاهل الألم ويروح على مدرسته من بدري لأنه كان مصمم على تحقيق النجاح والتفوق مع امتلاكه للقوة الجسدية اللي بيحلم بيها. لكن الطريف انه لما وصل على مدرسته كان وشه لسه وارم وباين عليه انه مضروب علقة موت. وطبعا شن لما وصلته الأخبار كان مفكر انه يا عيني ما قدرش يتحمل لكمات جينو العنيفة، وعشان كده كان مبسوط جدا وحاسس انه قدر يلاقي بديل لبارك وهيقدر يسيطر على المدرسة من جديد، وده لأنه واثق ان سونج مش هيتجرأ يقف قدامه ويتحداه بعد العلقة المحترمة اللي خدها. وبما ان جينو قدر يظهر قوته ونجح في تنفيذ المهمة في وقت قياسي فمن الطبيعي انه يعتمد عليه بشكل اساسي في الفتره اللي جايه. وكمان طلب منه يتمشى معاه في المدرسه قدام الطلبه عشان يعرفوا ان في علاقه صداقه بينهم، وساعتها المتنمرين هيحاولوا يقربوا منه ويكونوا جزء من فريقه، وده في حين بقيه الطلاب العاديين هيخافوا حتى يتنفسوا قدامه لما يعرفوا انه صديق شخصي لشن. وطبعا جينو كان مستغرب جدا لانه ما قربش من سونج ولا شافه حتى خلال اليومين اللي فاتوا، فقرر انه يسكت ويعمل نفسه عارف كل حاجه. وبعدها راح عشان يتاكد من اللي حصل لسونج، ولما شاف اثار الضرب على وشه اتاكد ان في حد ضربه بره المدرسه لان ما حدش من زمايله شافه بيتخانق جواها. وهنا اطمن جينو واتاكد ان الوضع مستقر تماما وان مفيش اي داعي للقلق، وده لان مهمته هتكون في منتهى السهوله وهيقدر بفضل اعتدائه المتكرر على سونج يتقرب من شن، وساعتها الدنيا هتضحك له وهيطلع بمصلحه كويسه لمجرد اعتدائه بالضرب على شاب ضعيف زي سونج. وعشان يبدا الشغل الجد ويفرض سيطرته على المدرسه طلب من زمايله انهم يحذروا الطلبه من التعامل مع هيون سونج، وكمان لازم يعرفوهم كويس ان جينو لو شاف حد بيتكلم معاه مش هيرحمه وهيخليه يندم على اليوم اللي اتولد فيه. ولو رجعنا لسونج هنلاقي ان حالته اتحسنت وبدا يتدرب مع دوشيول اللي طلب منه تنفيذ بعض التمرينات الرياضيه لمده ساعتين، واكد له انه لو ما قدرش يتدرب لمده الساعتين دول فمش هيقدر يوصل للمستوى اللي بيتمناه. وعشان كده فسونج كان مصمم انه يتحمل ويتدرب بكل قوته لان دي الطريقه الوحيده اللي هيقدر بيها يتغلب على شن اللي بقاله سنين بيتدرب على الفنون القتاليه. وطبعا بعد ما يفوز على شن في اولوياته هتتغير كليا وهيبدا يخطط لتدمير عصابه الدايره الذهبيه اللي بتعتبر هي المحرك الرئيسي لحوادث العنف المدرسي، وده اللي خلى دوشيول مستغرب من اصراره الشديد على امتلاك القوه الجسديه. وعشان كده وعده انه هيطبق معاه طريقه جديده في التدريب ويأكد له انه هينقل له كل الخبرات اللي عنده عشان يخليه مصارع محترف. بس مع كده فنجاحه هيكون مرتبط بقدرته على التحمل لان البرنامج التدريبي بتاعه هيبقى في منتهى الصعوبه والقسوه، ومع كده فلو نجح في تطبيقه هيمتلك القوه اللي تخليه يقدر يتغلب على اي خصم مهما كانت قوته بمنتهى السهوله. وكان واضح ان دوشيول بيخطط لاستغلال الاراده والعزيمه اللي عند سونج عشان يصنع منه بطل عالم جديد، لانه ساعتها هيقدر يرجع للساحه مره تانية والكل هيعرف انه اسطوره في عالم التدريب زي ما كان اسطوره كمصارع محترف. وبعد استمراره في التدريب لمده اسبوع اتفاجئ سونج اثناء وجوده في المدرسه بحضور زميله كيم، واللي بيعتبر بالنسبه له واحد من اصدقاء العمر لانه كان معاه في المدرسه الابتدائيه وكانوا قريبين جدا من بعض. وعن طريق الصدفه انضم كيم لمدرسه شيونيل من فتره بسيطه، ولما عرف بالمشاكل اللي حصلت لصاحبه مع بارك وزمايله قرر انه يتكلم معاه ويطمن عليه، خصوصا لما سمع ان جينو بيحاول يهدد الطلبه هو كمان وبيحذرهم من التعامل معاه. وساعتها كان مصمم انه يقف جنبه ويدافع عنه لانه مستحيل يتخلى عن صديق عمره حتى لو كان الثمن هو حياته. وطبعا سونج لما عرف خطه جينو كان متضايق وعارف انه بيشتغل مع شن، وعشان كده طلب من كيم يفضل بعيد عنه ما يحاولش يطمن عليه مره تانية لانه مش عايز يسبب له اي مشاكل مع جينو وزمايله. بس كيم رد عليه
عليه وفضل يوبخه لانه اتجرأ يطلب منه طلب زي ده، وكمان اكد له انه مستحيل يتخلى عن صديق عمره من ايام الطفوله، وبعدها وعده انه هيفضل يدافع عنه بكل شراسه ويقف جنبه غصب عن اي حد. وهنا بدأ سونج يفتكر اللي حصل له في الماضي لما كان بيتعرض للضرب والاهانه من بارك وزمايله، وما كانش اي حد بيحاول يساعده باي شكل من الاشكال. وساعتها اتدخل كيم وحاول يدافع عنه بكل شجاعه، لكن برضه مع الاسف كانت النتيجه انه اتضرب علقه موت ورجله اتكسرت من كتر الضرب ده. ومع انه كان من الطبيعي انه يتجاهل سونج بعدها ويتجنبه تماما عشان ما يحصلوش مشكله جديده مع شله المتنمرين، الا انه في نفس الوقت ما قدرش ينسى الصداقه اللي كانت بينهم. ولما عرف انه وقع من فوق سطح المدرسه وبيعاني من حاله تشبه الغيبوبه، قرر يزوره في المستشفى وقعد جنب سريره وفضل يبكي ويعتذر له لانه ما قدرش يحميه. وعشان كده فسونج ما كانش عايز يتسبب له في مشكله جديده وحاول يدفعه بقوه وطلب منه ينسى انهم اصحاب وما يقربش منه مره ثانيه. لكن واضح ان كيم كان عنيد ودماغه ناشفه لانه وعده انه هيرجع له مره ثانيه بعد ما الحصه تنتهي، وده لانه مش هيوافق يتخلى عنه ويسيبه لوحده حتى لو هو اللي طلب منه كده بنفسه. وطبعا فسونج كان بيتصرف معاه بقسوه لانه عايز مصلحته بس وخايف عليه من عصابه الدايره الذهبيه، خصوصا انه في الماضي تعرض للضرب بطريقه وحشيه ورجله اتكسرت بعد ما حاول يدافع عنه بمنتهى الشجاعه. وعشان كده فضل يفكر بطريقه يقنعه بيها انه يبعد عنه ما يحاولش يتعامل معاه باي شكل من الاشكال. لكن الغريب ان الحصه انتهت وكيم لسه ما ظهرش وما كانش ليه اي اثر في المكان، وده اللي خلى سونج يفكر انه نسي الموضوع ومش هيتكلم فيه مره تانية. لكنه اتصدم بعدها لما سمع زمايله بيتكلموا عن مشكله كبيره حصلت بين كيم وجينو، وبالرغم من انهم متاكدين ان المشكله هتنتهي بخناقه كبيره بينهم، الا انهم كانوا خايفين يبلغوا المدرس بتاعهم لحسن جينو يستقصدهم ويحاول ينتقم منهم. وطبعا سونج لما سمعهم قام من مكانه وطلع يجري زي المجنون عشان يدور على جينو ويمنعه من الاعتداء على كيم. ولو رحنا لجينو فهنلاقي انه قدر يجمع زمايله وكان بيحاول يهدد كيم لانه خالف اوامره وقعد يتكلم مع سونج قدام زمايله في المدرسه. ولكن واضح ان كيم ما كانش مهتم بكلامه وكان بيحاول يشرح له انه مش مضطر ينفذ اوامر واحد فاشل زيه. لو فوق كده كمان قدر يوجه له ضربه في منتهى القوه لدرجه ان جينو ما كانش قادر يمسك نفسه وقع على الارض زي الشوال قدام زمايله، وده اللي خلاه حاسس بالاحراج قدامهم وبيطلب منهم يتجمعوا على كيم ويضربوه علقه موت. وبالفعل زمايله بدأوا يتجمعوا بسرعه ناحيه كيم اللي كان باين عليه انه بيمارس الفنون القتاليه وقدر يشتبك معاهم بمنتهى الشجاعه. لكنه اتصدم بعد ثواني لما شاف جينو بيقرب منه فجاه وبيوجه له مجموعه من اللكمات العنيفه، وحتى لما وقع على الارض استمر جينو في الانهيال عليه بالضرب بطريقه وحشيه. وبعدها وعده انه كل ما يشوفه هيضربه بنفس الطريقه وهيخلي زمايله كلهم يتنمروا عليه ويحولوا حياته لجحيم. لكن ولحسن الحظ وصل سونج في الوقت المناسب وكان باين عليه انه متضايق جدا من اللي حصل لكيم، ولكنه مع كده في نفس الوقت كان متاكد انه مش هيقدر يواجه جينو وزمايله كلهم في نفس الوقت، فقرر انه يستفز جينو بطريقته الخاصه على امل انه يقدر يستدرجه لمواجهه فرديه بعيد عن زمايله. وعشان كده بدا يتكلم معاه بطريقه مستفزه وقال له انه عايش في الوهم ومفكر نفسه بطل في الفنون القتاليه، ولكنه في الحقيقه مجرد عيل تخين وبيقدر يضرب زمايله ويفتري عليهم بسبب حجم جسمه مش اكتر. وكمان اكد له ان اكبر دليل على ضعفه انه ما قدرش يواجه كيم الا بمساعده من زمايله. وهنا بدا جينو يتعصب وكان باين عليه انه متضايق جدا وحاسس بالاحراج الشديد قدام زمايله، وعشان كده قال لهم انه مش عايز حد منهم يتدخل في الخناقه وطلب منهم يبعدوا عنه لانه ناوي يضربه علقه موت. ولما حاول جينو يهجم عليه بكل قوته قدر سونج يتجنبه بكل سهوله ويوجه له ضربه في منتهى القوه، وده اللي خلى جينو متعصب جدا وبيحاول يهجم عليه زي المجنون. وبكده بدا سونج يحس انه نجح في مهمته وقدر يستفزه بالظبط زي ما كان بيخطط، وساعتها وبالفعل قدر يوجه له مجموعه من اللكمات العنيفه لحد ما وقع على الارض، وكان واضح انه بيعاني من اصابات قويه، وعشان كده ما كانش قدامه اي حل غير انه يعتذر لسونج ويطلب منه السماح. لكن واضح ان سونج ما كانش مستعد يسامحه بسهوله كده، فمسكه من هدومه بطريقه مهينه وطلب منه يعتذر له تاني قدام زمايله. وبالفعل جينو وافق يعتذر له من جديد واكد له انه ملهوش اي ذنب في الموضوع ده وان شين هو اللي طلب منه يعمل كده، وكمان وعده انه مش هيضايقه تاني ابدا ومش هيحاول يقرب منه او يحتك بيه باي شكل من الاشكال. وبالرغم من ان سونج كان مبسوط لانه قدر يهزمه بسهوله ويبعده عن طريقه، الا انه كان مصمم يخليه عبره لبقيه زمايله، وعشان كده ضربه بالرجل في وشه بكل قوته وقال له انه لو فكر يمد ايده على كيم مره تانيه فهيقطعها له. وبعد ما المشكله انتهت قرر سونج انه ياخد كيم على المستشفى بتاعه المدرسه عشان يتعالج من الاصابات اللي تسبب له فيها جينو. وهناك كيم كان حريص انه يشكر سونج على موقفه النبيل وقال له انه كان متاكد انهم هيفضلوا اصحاب دايما، فرد عليه سونج بطريقه مستفزه وقال له انه ما بقاش نفس الشخص اللي كان يعرفه زمان، لان في ظروف صعبه جدا حصلت له في حياته وخلته مش مهتم باي حاجه غير انه ينتقم من شله المتنمرين اللي في المدرسه، وعشان كده فمش هيكون عنده وقت للصداقه او غيرها من العلاقات الانسانيه
الإنسانية بشكل عام، وفي النهاية طلب منه إنه يفضل بعيد عنه عشان ما يتعرضش للضرب مرة تانية بسببه. وطبعا فكين كان باين عليه إنه متضايق جدا من كلامه، خصوصا إنه ما كانش قادر يتعرف على الأسباب اللي بتخلي صديق عمره يتعامل معاه بالطريقة دي. وفي نفس الوقت فشن كان قاعد في الفصل بتاعه وعمال يفكر في الملايين اللي بياخدها في مقابل التنمر على زمايله. بس في اللحظة دي اتفاجئ بدخول سونج اللي كان جاي مخصوص عشان يتخانق معاه وكان عمال يشتمه قدام زمايله، وده اللي خلى شن مستغرب جدا لأن مفيش أي حد في المدرسة كلها ممكن يتجرأ يعمل معاه كده. والغريب إن سونج كان بيحاول يهجم عليه من غير أي تفاهم، لكن واضح إن شن كان حريص إنه يتكلم معاه الأول ويستفسر منه عن أسباب رغبته في الاعتداء عليه. فرد عليه سونج وعرفه بنفسه وأكد له إنه جاي مخصوص عشان ينتقم منه ويعلمه الأدب، على طول قبل ما بيسحب كرسي من جنبه بسرعة وبيضربه بيه على دماغه بكل قوته. لكن المصيبة إنه لما حاول يهجم عليه مرة تانية قدر شن يمسكه من دراعه وفضل يوجه له مجموعة من اللكمات العنيفة. وهنا بدأ سونج يحس إنه مش قادر يتصرف قدام الإمكانيات القتالية الرهيبة اللي بيمتلكها شن، وعشان كده قرر إنه يدفعه ناحية الشباك بكل قوته لدرجة إن زجاج الشباك اتكسر ودخل في ظهره. وطبعا شن كان هيتجنن وما كانش قادر يصدق إن المجنون اللي قدامه ده بيحاول يرميه من الشباك. وفي اللحظة دي مجموعة من الطلبة اللي كانوا موجودين في الفصل بدأوا يتجمعوا على سونج وقدروا يسحبوه لمكان بعيد ويمنعوه من الاعتداء على شن اللي كان باين عليه إنه مصدوم. وفي نفس الوقت سونج كان عمال يهدده وبيأكد له إنه مش هيسيبه في حاله وهيفضل وراه لحد ما يقتله ويخلص الناس من شره كمان. وبعد نص ساعة تقريبا بدأت إدارة المدرسة تعرف تفاصيل الخناقة اللي حصلت دي، وقررت إنها تستدعي أطراف المشكلة عشان تحقق معاهم. وطبعا فيونج لما عرف باللي حصل كان قلقان جدا وحاطط إيده على قلبه، لأنه عارف كويس إن سونج لو اتعرض لأي عقوبة من إدارة المدرسة فمش هيتردد للحظة وهيفضحه في كل مكان. وعشان كده كان حريص إنه يتناقش مع أودايهون في الموضوع ده على أمل إنه يقدر يقنعه بالتغاضي عن معاقبة سونج. ولكنه اتفاجئ ساعتها إن أودايهون أصلا ما بيفكرش إنه يعاقب سونج بأي شكل من الأشكال، وده طبعا بسبب علاقته المتميزة بجوشانج اللي وعده إنه هيقدم مبالغ كبيرة للمدرسة بتاعته وهيديله شقة في مشروع الأبراج السكنية اللي بتنفذه الشركة بتاعت والده. وطبعا لو عاقب سونج فهيخسر جوشانج ساعتها ومش هيستفاد بأي حاجة من الحاجات دي. لا وفوق كده كمان طلب من يونج إنه يتعامل مع سونج بأفضل طريقة ممكنة في الفترة اللي جاية وما يفكرش أبدا إنه يعاقبه مهما عمل. وفي المقابل وعده بإنه هيكلم جوشانج عشان يخصص له مرتب شهري وشقة كبيرة في المشروع الجديد هو كمان. وده طبعا خلى يونج مبسوط جدا لدرجة إنه كان حاسس إنه بيحلم. ما هو برضه قدر من غير أي مجهود يضرب عصفورين بحجر واحد، يعني هياخد مرتب أكتر من بتاع قبل كده وشقة كمان، وهيضمن إن سونج يكون راضي عنه دايما وما يتكلمش عن المصايب اللي هو بيعملها. وفي اللحظة دي وصل شن المكتب المدير وكان في استقباله يونج اللي فضل يوبخه وكان بيتعامل معاه بطريقة وحشة جدا بسبب اعتدائه بالضرب على سونج. ولما حاول شن يدافع عن نفسه ويشرح له ان سونج هو اللي غلطان قرر أودايهون انه يتدخل في الموضوع وقال له ان مفيش حد غلطان غيره، وده لانه دايما بيعتدي على زمايله وبيتنمر عليهم ومفيش اي حد في المدرسة قادر عليه. وكمان طلب منه ما يجيبش سيرة سونج لانه بيعتبر واحد من الطلبة المتفوقين في المدرسة ومش متعود يعمل مشاكل مع زمايله. ولما لاحظ يونج ان شن متعصب ومش عاجبه الكلام بدأ يهدده بالفصل من المدرسة ويأكد له انه مجرد طالب فاشل وملوش اي لازمة عندهم. وبعدها مسكوا من هدومه بطريقة مهينة وحذروا ما يجيش جنب سونج تاني في المستقبل. وطبعا فشن ما كانش قادر يرد ولا يفتح بقه لانه عارف كويس ان يونج ممكن ينفذ تهديده ويفصله من المدرسة، وساعتها طبعا مستقبله هيضيع ومفيش اي مدرسة تانية هترضى تقبله. وفي نفس الوقت بدأ يفهم ان سونج بيمتلك علاقات متميزة بإدارة المدرسة، وعشان كده قرر انه يعتذر ليونج ووعده انه عمره ما هيحاول يضايق سونج مرة تانية. وبعد ما خرج شن من مكتب المدير كان باين عليه انه متضايق جدا ومش عارف ازاي ممكن يخرج من الموقف الصعب اللي بيمر بيه، وعشان كده قرر انه يطلب المساعدة من تايجو اللي يعتبر واحد من المسؤولين عن عصابة الدايرة الذهبية. وطبعا تايجو لما عرف باللي حصل قرر انه يتدخل في الموضوع بنفسه لانه عارف كويس ان سيطرة العصابة بتاعته على مدرسة شيونيل بتدخل لها مبالغ مالية كبيرة جدا، وعشان كده ما كانش عنده اي استعداد انه يسمح لسونج بالسيطرة على المدرسة وحرمانهم من الارباح الكبيرة اللي بيساعدهم شن يحققوها. وفي اليوم اللي بعده صحي تايجو من بدري وراح على المدرسة عشان يقابل المدير ويشتكي له من الظلم والاضطهاد اللي بيتعرض لهم شن في المدرسة. لكن واضح ان أودايهون ما كانش عنده اي استعداد انه يضحي بالفلوس والشقة الجديدة اللي هياخدهم من جوشانج، وعشان كده رد على تايجو وقال له ان شن هو اللي غلطان ودايما بيحاول يعتدي على زمايله بالضرب بدون اي مبرر. وكمان اكد له ان مدرسة شيونيل بتعتبر واحدة من المؤسسات المرموقة واللي بتمتلك سمعة طيبة جدا في مدينة دايسان كلها، وعشان كده فالإدارة بتكون حريصة انها تحافظ على سمعة المدرسة وتطبق العدالة المطلقة بين جميع الطلاب، وبالتالي فمن رابع المستحيلات ان اي طالب فيها يتعرض للظلم باي شكل من الاشكال. وطبعا تايجو كان صايع وعارف كويس الاسلوب اللي بيستخدمه أودايهون، فرد عليه وقال له انه مستغرب جدا من انحياز إدارة المدرسة للطالب اللي اسمه سونج ده، خصوصا انه من كام يوم اتخانق مع زمايله وضربهم
ضربهم كلهم علقة موت وتسبب في دخولهم للمستشفى كمان. وبدل ما الإدارة تفصله من المدرسة بسبب المصيبة اللي عملها، قررت إنها تعاقب زمايله وتفصلهم كلهم من المدرسة بشكل نهائي. وعشان كده هو مضطر يبلغ الشرطة لأنه شاكك إن في علاقة مشبوهة بين سونج وإدارة المدرسة. والغريب إن أودايهون فضل يضحك ساعتها وما كانش مهتم بكلامه ده، وكمان قال له إن قوانين مدينة دايسان مختلفة تماما عن القانون اللي بيتم تطبيقه في بقية المدن الكورية. وبعدها بدأ يشرح له إن الشرطة مش مسموح لها إنها تتدخل في شؤون مدرسة شيونيل وملهاش أي رقابة عليهم من الأساس. وعشان كده تايجو ما كانش قدامه أي حل تاني غير إنه يروح يشتكي للشرطة، وكان ناوي إنه يتهم أودايهون شخصيا بالحصول على الرشاوي من عيلة سونج. لكن واضح إن المدينة كلها على بعضها ماشية بالعلاقات والرشاوي. ما هو تايجو لما وصل لقسم الشرطة اكتشف إن الضابط المسؤول عن القسم يبقى صديق أودايهون الصدوق، وطبعا كان عمال يدافع عن المدرسة وقال له إن التقارير اللي كتبتها الإدارة بتأكد إن سونج كان بيدافع عن نفسه بعد ما تعرض للضرب والتنمر من زمايله في المدرسة. وكمان أكد له إن سونج بيعتبر واحد من الطلبة المتفوقين وبيمتلك سمعة طيبة جدا، وده أكبر دليل على إنه مش غلطان وكان بيدافع عن نفسه بس. وبالتالي فالشخص الوحيد اللي يستحق العقاب من وجهة نظر القانون هو الطالب المتنمر شن اللي سمعته في المدرسة زي الزفت. وهنا بقى تايجو بدأ يتعصب وكان بيحاول يهدد الضابط بأنه هينشر المشكلة على الإنترنت وهيخلي كل الناس يعرفوا بالفساد اللي مغرق مدينة دايسان. فرد عليه الضابط بمنتهى الهدوء وقال له إن الناس على الإنترنت هيتفاعلوا مع المشكلة وهيتكلموا عنها شوية وبعد كام يوم هتتنسي ومحدش هيتكلم عنها تاني. يعني من الآخر برضه اخبط دماغك في الحيط يا عم تايجو. وهنا بقى تايجو بدأ يحس بالفشل وكان هيخبط دماغه في الحيطة بجد، وده بعد ما اتأكد إنه مش هيقدر ينجح في مهمته بسبب العلاقات القوية اللي بين أودايهون وقوات الشرطة المسؤولة عن تأمين المدينة. وطبعا في عصابة الدايرة الذهبية لو عرفت إنه فقد سيطرته على مدرسة شيونيل هتتخلص منه فورا وهتشوف أي شخص تاني يشتغل مكانه. وبما إن العصابة عمرها ما فشلت في تنفيذ أي مهمة فأكيد هيتعاملوا معاه على إنه شخص فاشل وهيدمروا حياته كلها. وفي اللحظة دي بدأ تايجو يفكر بطريقة مختلفة ويقرر إنه يدور على أي طريقة يتخلص بيها من المسؤولية. وعشان كده اتصل بشن بسرعة وبلغه إنه خلاص غير رأيه ومش هيتدخل في الموضوع. لا والأكتر من كده إنه طلب منه يعتمد على نفسه ويحل المشكلة اللي هو تسبب فيها من غير ما يطلب المساعدة منه مرة تانية. وفوق كده كمان فضل يهدده بالقتل لو ما قدرش يتعامل مع الموقف ويحل مشاكله مع سونج بأي طريقة ممكنة. وهنا بدأ شن يفهم إن تايجو بيحاول يتهرب من المسؤولية ومش عايز يورط نفسه في مشاكل مع سونج وإدارة المدرسة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.